بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي لولا، اخباركم ايه يا احلى فنانات في الدنيا؟ اتمنى شغلي يعجبكم واتمنى تكونوا دايما منوريني. حبيت النهارده انزل لكم بصور البلوزه، بلوزة الكروشيه بغرز الهربن. اتمنى تعجبكم واتمنى الموديل الخطير ده يعجبكم. بصراحة انا فرحانة بيها جدا جدا جدا، وعايزة كمان انتوا كمان تكونوا فرحانين معايا وتقولوا رأيكم. اتمنى اسمع ارائكم في الكومنتات الجميلة كده. يلا شجعوني شجعوني زي ما دايما انتوا بتقولوا احلى كلام ليا، وبكون فخورة جدا بيه وبيشجعني على الشغل كل يوم اكتر واكتر. ايه رأيكم؟ بجد حبيت البلوزة دي جدا. تحفة في شغلها، ممتعة جدا جدا جدا. عاوزة كده الناس الرايقة الذوق، اللي يعني برضه هي مش عايزة سرعة وحاجات من كده، عايزة الشغل يكون هادي. دايما في شغل الهربن بنشتغل على هادي لان الخيوط بتكون رفيعة جدا. بس مش قادرة اقول لكم الجمال والشياكة. يا خرابي على عسل، شوفوا في منتهى الرقه يا جماعه والله. مش قادره اوصف لكم مدى سعادتي بالبلوزه دي بجد. انا كل ما اعمل شغل والبسه كده واتفرج على نفسي وانا لابساه بكون فرحانه بيه جدا. البلوزه دي برضو ليها معزه في قلبي كبيره جدا جدا جدا، وخفيفه جدا يا بنات. ما خدتش الا 200 جرام بس. 200 جرام تلبسي احلى بلوزه واشيك بلوزه براند محدش لبسها قبلك. اظن دي احلى ولا الاصل؟ انا طبعا مشيت يعني شفت بلوزه على شغل اجنبي يعني، بس انا حبيت انا اللي اعمله وتشوفوا شغلي هيكون عامل ازاي. فما تنسوش بقى تعملوا لايكات، كلنا نعمل لايكات. شايفين اهو بقول لكم اعملوا لايك، اعملوا لايك. وما تنسوش يا حلوين تشتركوا في القناه اللي ما اشتركش وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده مع لولا. يلا انا هسيبكم تكملوا فرجة على الصور كلها، واتمنى تعجبكم واتمنى كل الشغل ده يعجبكم. ويلا يا حبايبي كملوا فرجة على الصور مع بعض، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات كل ارائكم على الشغل بتاعنا. وطبعا انا الشغل ده اشتغلته على 3 اجزاء، بس انا ان شاء الله هجمع ال3 اجزاء كلهم في فيديو واحد مع الصور، علشان خاطر الناس اللي بتشتكي من الموضوع ان هي عايزه فيديو واحد للشغل. وهتشوفوا برضو ال3 اجزاء بالتفاصيل موجودين في القناه، نزلتهم اتفرجوا على جزء جزء. واتمنى برضو تشوفوا شغل الهربن من الالف للياء، موجود كميه فيديوهات كبيره جدا جدا. ادخلوا بس قوائم التشغيل هتلاقوا شغل الهربن له قائمه تشغيل لوحدها. اتمنى الشغل يعجبكم واتمنى تقولوا ارائكم، وما تنسوش تعملوا لايكات وارفعوا لي الفيديو ده. اتمنى يا حبايبي بقدر تعبي فيه ان انتوا تقولوا رايكم وتفرحوني بكلامكم الجميل. ولكم دلوقتي باي باي، ويلا كملوا الصور مع بعض زي ما قلت لكم. لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه مشغولات لولا. وزي ما اتعودنا دايما شعارنا هو الصعب مع لولا اسهل من السهوله. في بدايه الفيديو بقول لكم يلا بسرعه نعمل لايك للفيديو ده، ولا مشترك في القناه اشتركوا وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده مع لولا. النهارده ان شاء الله هنستخدم الخيط ده خيط حرير يارن ارت زي ما انتم شايفين كده. عجبني الخيط ده جدا وعجبني لونه، فحبيت ان انا اعمل حاجه جديده وقلت يلا نشتغل مع بعض ان شاء الله بالخيط ده. خيط رفيع جدا على فكره يا بنات. قصدت ان انا اجيب خيط رفيع عشان انا محتاجه في الشغل اللي انا هعمله ده خيط رفيع. وهعمل موديل تحفه ان شاء الله يعجبكم. وتابعونا نهايه الفيديو عشان تشوفوا شكل الموديل هيكون عامل ازاي.
هنستخدم ان شاء الله مع الخيط ده يا حبايبي، هنستخدم ابرة رقم 2. ابرة رقم 2. تمام، 2 ابرة 2. خلاص، لان الخيط ده رفيع جدا، والخيط ده برضو ممكن تستخدميه باقل من 2، بس انا ما بحبش استخدم اقل من ابرة رقم 2 بصراحة. الخيط ده تحفة يا بنات في الملمس، وفيه لمعة كده جميلة جدا، اتمنى تكونوا ملاحظينها في الفيديو. انا طبعا حبيت اوريكم الخيط الاول قبل ما اشتغل بيه. طبعا دي الشلة من ده 50 جرام، الشلة من ده 50 جرام اهو. طبعا ده انضف انواع الحرير، يارن ارت معروف، يعني يارن ارت ده معروف ان هو او مشهور كمان بان هو انضف خيط. طبعا مكتوب عليه البيانات زي ما انتم شايفين كده، 250 متر ل 260 متر، وهو 50 جرام برضو زي ما انا قلت لكم. ده يارن ارت توليب. لو دخلتي على جوجل وبحثت عنه هتشوفي الوان خرافه تحفه، يعني كميه الوان فظيعه. فده هو الخيط بتاعه، شايفين لمعته؟ في لمعه جميله. انا طبعا حابه ان انا اجيب حاجه فيها لمعه وقصدت، فكنت ببحث عن خيط رفيع وفيه لمعه، فلقيت الحرير ده عجبني جدا، فقلت اجيبه ونشتغل مع بعضينا ونشوف احلى شغل في الدنيا مع لولا. ودايما هيكون شغلنا برضه زي ما اتعودنا اسهل من السهوله. وبلوزه ان شاء الله النهارده هتكون تحفه. طبعا انا جبت الكميه دي باذن الله باذن الله تكفي بلوزه ليا انا وتوته الصغنطوطه بنتي، لان انا دايما بحب اعمل توينز. اتمنى كل الامهات تعمل كده برضو، لان بتبقى شكلها ظريف قوي قوي، حلوه كده احنا ماشيين مع بعضينا كده ولابسين زي بعض، نفس اللون نفس الموديل. طبعا في موديلات بتبقاش مناسبه للاطفال، بس على الاقل نفس الخيط نفس اللون بتبقى برضو شكلها ظريف. ويلا بينا نبدا نشتغل الموديل بتاعنا ونشوف يلا الصور اللي احنا هنشتغل عليها، او الموديل اللي احنا هنشتغل عليه. هسيبكم الوقت تتفرجوا عليه واتمنى يعجبكم. ويلا نتفرج مع بعض، وان شاء الله نرجع تاني نشتغل مع بعض البلوزه الجميله دي. ايه رايكم يا حبايبي في الموديل الجامد ده؟ تحفه طبعا وفي منتهى الجمال، وان شاء الله هننفذه مع بعض باسهل من السهوله زي ما تعودنا دايما مع لولا. يلا بينا نشتغل مع بعضينا. دلوقتي يا حبايبي هنبدا على طول نشتغل البلوزه بتاعتنا، وهنشوف الملحوظات اللي احنا هنقولها في البلوزه وكيفيه تحديد المقاس المطلوب للبلوزه بتاعتنا واحنا بنشتغل مع بعض كده. طبعا اول حاجه ازاي اشتغل على النول، هوريكي الغرزه الاول وبعدين ندخل على طول في شرح ازاي نحدد المقاس. طبعا النول صعب تحديد مقاسه مع اي حد، ومفيش اي حد خالص واتحدى قدر ان هو يحدد مقاس النول. ازاي هحدد المقاس بالظبط؟ لان طبعا النول بيكون صغير زي ما انتم شايفين كده، ومش بنكون عارفين اللي داخل النول ده هل هو واسع علينا ولا ضيق، ولا هنحتاج كام سنتي، ولا هو لما يطلع يتفرد هيكون كام سنتي. طبعا لما بتشتغلي وبتشوفي بعينك الوضع بيختلف طبعا خالص. فانتي بتدخلي تشتغلي على النول، ولما بتطلعي القطعه بتفرديها تتفاجئي ان هي مقاس مختلف نهائي. وطبعا ده عن تجارب شخصيه انا عملتها كذا مره، واشتغلت كتير جدا على الهيربن ده عشان اشوف ازاي هحدد المقاس. وفعلا توصلت الفكره كده من دماغي. طبعا انتوا عارفين افكار لولا يعني بحاول دايما ان انا اجيب حاجه تسهل عليا وعليكم ونساعد بعض، وان شاء الله تكون برضو فكره سهله جدا واسهل من السهوله. فانا دلوقتي اول حاجه الاول هقول لكم ازاي نشتغل على النول، عشان خاطر الناس الوحشين اللي ما تابعونيش وما دخلوش يتفرجوا على الفيديوهات الاولانيه. وطبعا الحلوين حبايبي اللي متابعيني دايما وبيتفرجوا على كل الفيديوهات اكيد عارفين انا هعمل ايه دلوقتي. انا هشتغل الغرزه البسيطه الداخليه لغرزه النول اللي بتثبت معايا شغل النول اللي ببدا اشتغل بيه من الاطراف بعد كده. طبعا انا نزلت سلسله حلقات وفيديوهات من شغل النول، 10 دروس نزلتهم. لو انت اتفرجتي على ال10 دروس دول هتبقي بيرفكت في شغل النول، وهتبقي يعني شغلك كله بروفيشنال فيه لو ايدك اشتغلت عليه، لان طبعا عايز ممارسه بالظبط زي الكروشيه عادي.
فطبعا اتمنى منكم ان انتوا تدخلوا تتفرجوا على كل الفيديوهات الخاصه بشغل النول كلها مع بعضها في قائمه تشغيل خاصه بشغل النول اللي هو حصري في قناه مشغولات لولا. وما تنسوش يا حبايبي في بدايه الفيديو يلا بسرعه تعملوا لايك واشتركوا في القناه. اتمنى ان انتوا تشتركوا وتنورونا دايما، واتمنى كمان تعلقوا لنا تعليقات حلوه وجميله كده تشجعني. يلا شجعوني. فانا دلوقتي هقول لكم ازاي هنشتغل على النول، وطبعا في فيديو تفصيلي لشغل النول اتمنى ان انتوا تشوفوه برده عشان خاطر انا عاملاه بخيط تخين وتكون الغرز واضحه معاكم وتقدروا تتعلموه بكل سهوله وما تحسوش انه صعب. هبدا دلوقتي اعمل غرزه البدايه. الملحوظه الاولى ان انت لما تيجي تعملي غرزه البدايه يا ريت الخيط بتاع البدايه ده يكون طويل شويه، عشان لما طبعا تتابعينا في الفيديو وفي الشغل بتاعنا هتعرفي ليه احنا طولنا الخيط بتاعنا. طبعا هو ليه فايده، يعني انا محتاجاه يكون طويل كده، وطبعا لما تلاقيه بعد كده زياده بقى بصي يا ستي مش مشكله، بس طبعا انا بوريكي ازاي تشتغلي معايا. هبدا ادخل غرزه البدايه كده، هدخلها في الطرف ده تمام، والطرف الثاني الطرف ده هدخله تحت الناحيه التانية شايفين كده خلاص. طيب زي ما انت شايفه كده اهم حاجه عندك ان انت لما تيجي تشتغلي اول حاجه ما تشديش ايدك في اول غرزه، ما تشديش ايدك في اول غرزه. ليه؟ عشان احنا لما نيجي نسحب ونشد ايدينا الغرزه هتقفل معانا على النول. احنا محتاجين في الغرزه دي ان يكون نقطه البدايه اللي هي المركز بتاع الغرزه دي تكون في النص، يعني انا محتاجه دي يكون في النص، لازم اخليها في السنتر كده بالظبط. شايفين كده حبايبي؟ ظبطي نفسك بعينك انت شايفه ازاي تخليها في النص وازاي تقدري بالظبط منتصف الشغل بتاعك. ما تحاوليش انك انت تشدي ايدك تمام، هتحاولي بس تسحبي شويه خيط على ايدك. وطبعا انا مش من محبي اللف على الصابع كتير لان طبعا ده بيخنق الصابع من هنا، وطبعا مش ظريف ان انت كل شويه تقعدي تلفي وتفكي وتلفي وتفكي. حاولي ان انت تظبطي نفسك وتخلي دايما تكون لفه كده بسيطه على صباعك كده كده، مش هتتعبك في الشغل ولا اي حاجه، بس طبعا ده من التدريب والتعود في الشغل. خلاص. فهبدا بس في اول مره ان انا الف شويه خيط كده وامسك الطرف. خدي بالك امسكي طرفك ده. ليه بقى بتمسكيه؟ علشان خاطر تفضل في المنتصف تمام. هبدا انا اثبت ايدي الاول بالابره كده علشان ما تتحركش خالص من مكانها، وهلف كده الشغل، هلف على النول كده وابدا الف على صباعي شويه وهمسك الطرف. خلاص يلا بقى نبدا نشتغل على طول ونشوف الشغل بتاعنا. ظبطي في النص اهو تمام، وامسكي بقى البدايه بتاعتك، اسحبي دي لتحت واطلعي بقى معاكي حلقه على الابره. ادخلي في نص الحلقه دي كده هنا واسحبي دي. شايفه بقى معاكي حلقتين على الابره. اسحبي لف كده او اسحبي من الحلقتين كانها غرزه حشو تمام. ظبطتي نفسك، خلصتي كده الغرزه الصعبه اللي هي تعتبر اصعب حاجه في النول. بعد كده هتعملي سلسله وترتفعي كده بسلسله كده. خلصنا الجزئيه الصعبه ونلاحظ وجود الايه الغرزه في النص بالظبط اهو شايفين. هبدا دلوقتي ان انا اشتغل. خلاص هدخل الابره كده وهبدا اشتغل. ازاي هشتغل؟ هلف النول معايا لفتين على النول هنا، شوفوا معايا لفتين على النول. هدخل في قلب اللفتين اهو وهسحب الخيط ده، هيبقى معايا حلقتين على الابره. هلف واسحب من الحلقتين وبعدين هعمل سلسله. شايفين كمان مره؟ شايفين انا لفه على صباعي ازاي اهو. خلاص انا ماسكه. بتمسكي الطرف ده من هنا عشان الناس اللي ما بتعرفش يا جماعه، الناس المبتدئه بتلف كده. شايفه؟ حاولي انك انت تمسكي بصباعك الصغير ده الخيط. خلاص انت لما بتيجي تتحكمي تسحبي تسحبي تسحبي. شايفه؟ تحاولي ترخي صباعك الصغير، لكن انك تلفي كده كتير كده كده شوفي صبعك بيتخنق من الشغل وطبعا بيتعبك جدا بعد كده. خلاص هبدا دلوقتي اعمل كده وادخل الابره لورا تاني وهلف الشغل. خلاص هيبقى عندي هنا حلقتين زي ما انتم شايفين. ادخلي في الحلقه، كل مره بتدخلي في الحلقه اللي فوق خالص تدخلي كده وتلفي وتسحبي، يبقى معاك حلقتين على الابره. هتلفي وتعملي غرزه حشو وبعدين تلفي وتعملي غرزه سلسله. شايفين اهو؟ هتلفي
تدخلي في الحلقه اللي فوق، تطلعي تلفي وتعملي غرزه حشو، بعدين تعملي غرزه سلسله. شايفين يا حبايبي كده؟ وبعدين تدخلي كده. شايفين؟ على فكره سهل، بس انت لازم ايدك تاخد عليه. شفتوا الغرزه عامله ازاي اهو؟ بفضل اعمل كده، اطلع بس شويه خيط كده عشان يبقى الموضوع سهل معايا، واوريكم ازاي بعمل بسرعه. طبعا انا من حوالي اسبوعين ما كنتش متمرسه فيه، بس اسبوع واحد قعدت اشتغل عليه، بقيت يعني سريعه فيه شويه كده نوعا ما. وشوفوا معايا ازاي نشتغل بسرعه فيه. هدخل كده، هلف، شايفين؟ سهل جدا يا حبايبي، مش محتاج خالص اي حاجه. طبعا احنا بعد كده هنبدا ان احنا نحاول نشوف بقى المقاس بتاعنا هيكون عامل ازاي. شايفين؟ انا ببقى اعمل كده طول الشغل اهو. ما تحاوليش طبعا انك انت تشدي ايدك، وخصوصا ان الخيط صغير رفيع خالص كده، فاهمه؟ طيب ده كده انا عملت القطعه بتاعتي. شايفين القطعه عامله ازاي؟ طب انا لو خرجتها، وركزوا معايا بقى عشان نشوف ازاي بنقيس. لو انا خرجتها، شوفوا هي كده حوالي قد عقله صباع كده، ماشي؟ لو انت فردتيها طولت معاكي. طب انت لما تيجي تعملي قطعه طويله وتيجي تطلعيها وتفرديها، هتنط معاكي وخلاص كده انت مش عارفه المقاس تحدديه ازاي. طيب يلا بقى دلوقتي نشوف احنا ازاي هنحدد المقاس بتاعنا. طيب شوفي، لما تكوني هتعملي مفرش، لما تكوني هتعملي اي حاجه من الحاجات اللي انتوا عايزين تنفذوها، او المشروع اللي انتوا محتاجين ان انتوا تنفذوه، طبعا مثلا لو مفرش متر هتحدديه ازاي؟ لو انت عاوزه تعملي بلوزه وعايز تعملي دوران الراس بتاعك، هتحدديه ازاي؟ لو انت عاوزه تشتغلي البلوزه تبدا من الوسط، هتحدديها ازاي؟ طبعا كل ده بتحددي الاول كام سنتي انت محتاجاه. نفترض انت محتاجه 10 سنتي، محتاجه 20 سنتي، زي ما انت محتاجه. لو لاحظتي في الغرزه بتاعتنا ان كل حاجه شغالين فيها في الغرزه بتكون عباره عن سلسله حشو، سلسله حشو، صح؟ شفتوا احنا بنشتغل دلوقتي كنا بنشتغل سلسله حشو. حبيت ان انا اوريكم في بدايه الشغل بيكون عامل ازاي، كله كده لغايه النهايه تفضلي تشتغلي سلسله حشو سلسله حشو سلسله حشو. فطبعا يا حبايبي انا فضلت افكر ازاي هحدد المقاس بالطريقه دي. طبعا الشغل بتمط معايا، فما ينفعش ان انا احدده لا من قبل النول ولا من بعد النول. طيب الحل، طبعا السلسله خلاص والحشو هما نفس المقاس. يعني انا لما باجي اشتغل غرز حشو على سطر، برتفع في بدايه السطر بسلسله، لان السلسله بمقام غرزه حشو، صح كده؟ يعني السلسله تساوي غرزه الحشو في المقاس، في مقاس مش الارتفاع، في مقاس اللي هو هو كده يعني هو كده ماشي. يعني انا لما باجي اشتغل غرزه حشو، فارتفاع غرزه الحشو بيكون نفسه مقاس بالظبط السلسله. فانا قررت ان انا اعمل الاتي. طبعا انا جربت، يعني انا جربت وشفت وفعلا اتحدد صح الموضوع، ان انا اشتغل غرز سلاسل بالخيط اللي انا هشتغل فيه. مهم جدا ان انت تحددي الخيط الاول اللي انت هتشتغلي بيه. يعني احنا هنشتغل مثلا بالخيط ده، فعشان انا اعمل البلوزه بتاعتي اللي حددت عدد لفاتها، عملت الاول حاجه عملتها، رحت عملت غرز سلاسل. بس طبعا خدي بالك اهم حاجه في موضوع الهربت ده هو العد. ومعلش انا عارفه ان العد رخم، وانا بكره العد، وافضل اعد بنسى. ممكن تكتبي كل ما تعملي 50، كل ما تعملي 10، كل ما تعملي مش عارفه اكتبي 10 50 20 زي ما انت تقدر ذاكرتك تشتغل. خلاص. فانا عملت ايه بقى؟ انا رحت جبت الخيط بتاعي ده اللي انا هشتغل بيه، ورحت جبت ورق وقلم واشتغلت بقى مع نفسي، اعد 1 2 3 4 لغايه مثلا 50، ورحت كتبت انا عملت كده 50 سلسله. خلاص. كمان مره لغايه ما عملت مقاس دوران البلوزه من فوق اللي انا محتاجاه. جبت المقاس بتاعي، المتر بتاعي اللي انا محتاجه مقاسه قد ايه، ورحت عملت عدد السلاسل. وكل شويه اجيب السلاسل واقيسها على المزوره بتاعتي واشوف وصلت ولا ما وصلتش، لغايه ما وصلت ل 210 سلسله. وصلت لكام؟ ل 210 سلسله. ده كان بالظبط المقاس اللي انا محتاجاه. تمام. فطبعا انا جبت الخيط واشتغلت 210 لفه من اليمين ولفه من الشمال. يعني انت لما بتيجي هنا تعدي لفاتك
لازم تكون نفس عدد اللفات الناحيه التانيه. فانا لما عملت 210 هنا هتكون جوه في قلب الغرزه هنا 210 سلسله. فهمتوني يا حبايبي كده؟ تمام. طيب يعني انا دلوقتي لازم اشتغل بعدد السلاسل. هقول تاني عشان انا شرحت كتير ورغيت كتير معاكم. من الاخر كده المقاس اللي انت محتاجاه، المتر مثلا محتاجه متر، محتاجه مقاس قد كده، هتعملي سلاسل بالخيط اللي انت هتشتغلي بيه قد كده. مش عشان خاطر تشتغليهم، لا عشان خاطر تجربيهم. يعني هتفضلي تشتغلي بالمقاس ده. مثلا نفترض ان انت عايز تعملي المقاس ده كله كده، عدد عايزه تعرفي مقاسه، هتعملي كام سلسله، او هتعملي مقاس النول قد ايه، فهتعملي عدد سلاسل بالطول اللي انت محتاجاه وتعديهم. طلعوا كام؟ طلعوا مثلا 50 سلسله. تمام. يلا نبدا دلوقتي. هنشتغل هنا في النول 50 لفه. هتعدي مش من جوه، لان احنا مش هنعرف نعد من جوه الغرز، احنا هنعدها من بره باللفات. كل لفه تعد بغرزه سلسله. اتفقنا يا بنات؟ احنا كده عرفنا ازاي نحدد الشغل بتاعنا. طبعا لان احنا مش هنشتغل كلنا زي بعض بنفس الخيط. انا هشتغل بحرير، انت هتشتغلي باي خيط تاني. بس بلاش اليزا ديفا يا جماعه، بلاش اليزا ديفا في الهربل، ما ينفعش يعني، مش نافع خالص، مرخي جدا، وحش جدا. وان شاء الله هنشتغل مع بعض بكذا نوع خيط. بس ان شاء الله انا لما اجيب الخيط الاول واجربه واشوفه هيصلح ولا لا هقول لكم طبعا. تقلقوش، مش هبخل عليكم بالمعلومات دي، ودايما انا معاكم. واي استفسار ليكم يا حبايبي في الكومنتات نزلوه، ودايما ان شاء الله برد عليكم في اي استفسار اول باول. ما فيش ولا يوم بيعدي من غير ما ارد على كل استفساراتكم. دايما انا كنت تحت امركم يا حبايبي في اي استفسار ليكم. ولو انتوا عايزين تعرفوا اي طريقه لاي شغل، ادخلوا في جروب مشغولات لولا او جروب تبادل خامات، هتلاقوا كل حاجه موجوده. ولو عايزين تنزلوا اي بوست وتستفسروا عن اي حاجه، احنا دايما تحت امركم موجودين، وهنرد على كل استفساراتكم يا حبايبي. ويلا بقى هنبدا نكمل شغلنا. زي ما قلت لكم انا لما قست المقاس احتجت 210 لفه، فانا هشتغل بنفس الطريقه اللي انتم شفتوها كده، هشتغل 210 لفه وارجع لكم تاني ان شاء الله تشوفوا هنكمل الشغل ازاي. انتظرونا، وهتروحوا كده ولا كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان تتفرجوا على احلى بلوزه عملناها واحلى شغل هيربن في الدنيا. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا عملت 210 لفه من هنا ومن هنا. عشان اسهل عليكم المواضيع انا عملت ايه، انا بقيت اعمل كل 50 اربطهم بخيط عشان ما اغلطش في العد، ولغايه ما وصلت ل 210 من هنا و210 من هنا. طبعا انا عملت 210 ليه؟ ده مقاس دوران مش الرقبه، يعني الجزئيه اللي هي تحت الرقبه شويه، عشان انا عايزاها تبقى واسعه، وفي نفس الوقت ده كمان يقبل اسم على العدد 6. خلاص هبدا دلوقتي على طول ان انا اشتغل. طبعا النول اللي انا عملته بيكون طبعا قصير، حتى لو كان طويل فهو ممكن الخيط يقع منه. وانا مش حابه فكره ان انا وانا مبتدئه لسه مثلا ولسه بشتغل هربن لاول مره ان انا اطلع الشغل ده بره زي ما بنشوف في مجموعه فيديوهات، لان طبعا ممكن الخيوط تتفركش في بعضها ويبقى دي مشكله برضو بالنسبه لنا. فانا حبيت ان انا اعمل فكره كمان مع الموضوع ده. طبعا النول ده انا صنعاه من ماسوره، مختلف شويه عن النول اللي انا صنعته في اول فيديو احنا شفناه مع بعض. دي ماسوره موجوده عند السباك. خلاص انا طبعا الماسوره زي ما كنت وريتها لكم المره اللي فاتت هي مجوفه من هنا. خلاص فانا عملت ايه، دخلت هنا يا حبايبي الخرطوم بتاع الشنط. تعرفوه الخرطوم ده اوريهولكم، ده الخرطوم اللي احنا بندعم بيه الشنط بتاعتنا. انا طبعا جبت، كان عندي متر، يعني مش اشتريتش ولا حاجه، بس انا بحاول اوفق الحاجات اللي عندي. طبعا انت ما عندكيش خرطوم مش مشكله، جيبي سلك كهرباء قديم، جيبي ان شاء الله حتى شاحن موبايل قديم، اي حاجه سلك. المهم صرفي نفسك عشان بس لما الخيط ده ينزل هنا ما يحصلوش حاجه ويتفركش وتقدري ترجعيه تاني النول. طب انا دلوقتي عايزه ابدا اشتغل الجزئيه اللي بعد كده. طبعا احنا اتعلمنا في فيديوهات، فيديو مخصوص الغرزه دي خلاص، وبرده شفناها مع بعض تاني. بس انا دلوقتي بعد ما خلصت طبعا المفروض ان انا اشيل كل الخيط ده وانزله فين بقى، وانزله في الماسوره دي.
مش في الماسوره قصدي، في الخرطوم ده. ليه؟ عشان خاطر هبدا اشتغل بقى على الخيط ده. فانا ممكن لو الخيط بتاعي من اللي هو المشدود اللي هيتحمل معايا ان انا اطلعه بره من غير خرطوم من غير اي حاجه، تمام. لكن ده طبعا خيط حرير واخاف ان هو يتعقد معايا، فبعمل احتياطات يعني. فعشان كده حبيت اوريكم الفكره دي. طبعا انا هخرج كده بالراحه خالص وبشويش. وطبعا ده لو النول الاصلي كان هيفرق برضو معانا، بس طبعا النول الاصلي ده مش موجود خالص في مصر من اساسه يعني. هو طبعا موجود في البلاد التانية، البلاد الاجنبيه يعني الاوروبيه والحاجات دي، فطبعا احنا مش قادرين نتوصل عليه، فطبعا احنا لازم يعني نتصرف. خلاص هبدا دلوقتي ان انا اشتغل معاكم وتشوفوا احنا هنشتغل ازاي. انا هشيل بقى النول ده خالص كده، ما عادش ليه لازمه بالنسبه لي. هشيل خالص الخرطوم منه خلاص، وكده دور النول انتهى للمرحله دي. نبدا دلوقتي ان احنا نشتغل مع بعض ونشوف هنشتغل الغرز عامله ازاي. ما تقلقيش من الخيوط دي، انت لما تركزي في الشغل هتلاقيها كلها واضحه وسهله معاكي، وكلها هتكون سلسه باذن الله. هنشتغل في الجنب ده غرزه وفي الجنب ده غرزه، وكله ان شاء الله هيكون معانا اسهل من السهوله. دلوقتي اول حاجه هنشتغل الحاجه السهله. تمام، نشتغل الحاجه السهله. انا كده خلصت الجزئيه دي، وانا برضو هوريكم ازاي هنقفل الشغل بتاعنا. زي ما انتم شايفين طبعا ان احنا هنا عندنا سلسله اهو ماشي. وخدي بالك ان الخيط الحرير بيتزحلق معانا. يعني ايه؟ يعني ممكن يتفك خالص معانا الخيط الحرير ده. فاحنا بعد ما نخلص ناخد سلسله امان كده، وهنبدا ان احنا نقص الخيط، بس بشرط تسحبي شويه خيط كتير كده شويه، عشان بس احنا هنحتاجه في حاجه تانية كمان. وهنبدا دلوقتي ان احنا نقص الخيط تمام كده. وبعدين بعد ما قصيت بقى اسحب الخيط ده كده خلاص، وابقى انا كده قفلت الشغل بتاع القطعه دي. ودي كانت اخر حاجه بالنسبه للقطعه. طب هنبدا دلوقتي نشتغل. هنشتغل ازاي دلوقتي؟ انا هشتغل على الجنب ده غرز زي ما قلت لكم، حشو وسلسله فقط. فهعمل ازاي بقى دلوقتي؟ هلف الشغل طبعا عشان ابدا ان انا اشتغل خلاص. ونركز بقى مع بعض. هنجيب بدايه الخيط تاني تمام كده يا حبايبي، وهنعمل عقدة البداية خلاص. بعد كده هبدأ دلوقتي افردي كده معاكي بقى الخرطوم، ونسمي بسم الله ونشوف احنا هنشتغل ازاي. اول حاجة السلسلة الاولى دي شايفينها، هسحبها كده، وهبدأ دلوقتي اعمل غرزة حشو في السلسلة الاولى دي. شايفينها يا حبايبي اهو. شيل بس بدايه الخيط دي عشان كده ما تلخبطناش معانا اهي. ادي هعمل كده غرزه حشو في اول حلقه ليا. هلف لفه على الابره واطلع كده، وبعدين اعمل غرزه حشو، وبعدين سلسله حلوه كده. يلا ناخد الحلقه اللي بعدها على طول، باينه اهي واضحه معانا. الشغل واضح معانا يا حبايبي كده اهو. الحلقه اهي اسحبها كده وافردها تكون مفروده، اروح انا عامله غرزه حشو فيها. يعني الف لفه على الابره واطلع من الحلقه دي، هيبقى معايا حلقتين على الابره، هلف واطلع من الحلقتين. يبقى انا عملت غرزه حشو وبعدين اعمل سلسله. هاجي على الحلقه اللي بعدها او اللفه اللي بعدها اهو، اسحب كده تمام، وهلف لفه واعمل غرزه حشو فيها اهو. شايفين يا حبايبي المنظر عامل ازاي؟ ده المنظر بتاع اهو. هيبقى كله جنب بعض بالطريقه دي. هتعملي غرزه حشو وبعدين سلسله، وبعدين تسحبي اللي بعدها على طول. كله هيكون واضح معاكي لما يكون على الطبيعه. ما تفكريش انك انت هتلخبطي ولا اي حاجه. شغل الهيربن سهل جدا، ومعايا هيكون اسهل من السهوله. وما تقلقوش خالص، وتوكلوا على الله واعملوه، هتلاقوا النتائج في منتهى الجمال. تمام اهو. ادي اعمل غرزه حشو جوه الحلقه كده تمام. بعدين اعمل سلسله اهي. هكمل كده طبعا للنهايه. هنجيب الحلقه اللي بعدها، نفرد بس كده عشان يبان معانا اهو. الحلقه اللي بعدها اهي خلاص. اروح انا لفه على الابره واطلع منها، يبقى معايا حلقتين على الابره، هلف واطلع من حلقتين تبقى غرزه حشو، وبعدين هعمل سلسله.
شايفين طبعا شكل الشغل عامل ازاي اهو. طبعا هو هيتفرد في الشغل معاكي، فهبدا اكمل لغايه ما اوصل لنهايه السطر هنا. تمام، هكمل الدور ده كله لغايه ما اوصل لنهايه السطر هنا. هرجع لكم تاني ان شاء الله عشان نبدا نشتغل الجنب التاني. عرفتوا ان الجنب ده كله حشو سلسله فقط. هخلص كله وارجع لكم لما نكون بنعمل الجنب التاني ان شاء الله. انتظرونا وتابعونا لنهايه الفيديو عشان تشوفوا احلى موديل اللي نزل كروشيه بالهربن، تحفه في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، رجعت لكم لما عملت كل الدور زي ما انتم شايفين كده. شوفوا طبعا انا شلت الخرطوم لان انا طبعا مش محتاجاه، بس انا بقول الفكره دي بقولها علشان خاطر الناس اللي لسه مبتدئين واول مره يتعلموا الهربن ومش عايزين ان احنا نعقدهم من شغل الهربن. فزي ما انتم شايفين كده دي اول سطر احنا عملناه. بعد كده هنبدا نشتغل السطر الثاني. بس طبعا انا هقول لكم على حاجه. طبعا انت لما تشوفي الخيط كده تبداي تسحبي كده، هيبدا ان هو يتفرد معاكي كله. خلاص، اول حاجه تفردي كل الشغل بتاعك علشان انت لو مش مسنطره او مش مخليه في النص، قصدي يعني يكون مفرود بالشكل ده. هبدا دلوقتي اشتغل الدور الثاني اللي هو تحت هنا ده. خلاص، بس انا عندي هنا طرف خيط اللي انا كنت بشتغل بيه، انا مش هقصه، انا هسيبه ده لان انا هشتغل هنا الدور اللي بعد كده ومش عايزه يبقى كل حاجه قصقصه في الخيوط. خلاص، فطبعا انا هنا دي الشله بتاعتنا صح كده، هسيبها تمام وهلف الخيط بس كده شويه كده عشان بس ما يتفكش مني وهسيبه. خلاص، هبدا دلوقتي اشتغل الشغل التاني ده بشله تانيه من الخيط ده. اطلع بقى شله تانيه تساعد معايا. طبعا انا كده كده هستخدم اكتر من بكره خيط يعني. خلاص، وهبدا دلوقتي اشتغل بالشله التانيه دي. ليه انا بعمل كده زي ما قلت لكم؟ عشان بس ما تفضلش ان انا اقصقص خيوط كتير في الشغل بتاعنا. خلاص، فهبدا دلوقتي ان انا طبعا اقلب الشغل وابدا الف الشغل كده عشان ابدا اشتغل من اول بدايه الشغل من هنا. خلاص، هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ اخد عقده البدايه، هعمل عقده البدايه كده. خلاص، وهبدا اشتغل على الجنب ده وهنشوف هنشتغل دلوقتي ازاي. وطبعا دي غرزه احنا عملناها قبل كده في القناه برضو في فيديوهات سابقه، لو عايزين تشوفوها بالتفصيل هسيب لكم برضو اللينك بتاعها بتاع كل مجموعه الغرز عشان خاطر تشوفوا الغرز اللي تعجبكم. ممكن تعملوا نفس الموديل اللي انا بعمله ده بس بغرز مختلفه واشكال مختلفه. خلاص، هبدا دلوقتي اوريكم احنا هنعمل ايه. فانا هجيب اول لفه عندي. خلاص، الخيط الحرير ده تحفه، بيظهر معاكي الشغل خالص، بيبان معاكي الخيوط. لكن ما انصحش معلومه بإليزا ديفا نهائيا، وحشه جدا في شغل الهربن لانه الخيط طري جدا ومش نافع يمسك نفسه. وحاولت وجربت كذا مره يعني، ضيعت يوم كامل في الموضوع ومفيش اي فايده في الخيط ده، مش كويس ابدا. فاحنا هنستخدم ان شاء الله الخيط ده، خيط الحرير ده، وان شاء الله كمان المره الجايه هنستخدم خيط تاني برده هوريه لكم بس لما اجربه، عشان طبعا ما اقدرش اطلع اقول لكم هاتوا خيط كذا وما يكونش خيط مناسب 100% للهربن. تمام، هبدا دلوقتي اخد اول لفه. خلاص، وتاني لفه وتالت لفه، شايفين كده، ورابع لفه. انا عايزه اخد 6 لفات، عايزه اخد من هنا 6 لفات اهو. ادي 1 2 3 4 5 شوف كده نتأكد كام. 1 2 3 4 5 ولا 4؟ 1 2 3 4 كده، 4 5 6. خلاص، شايفين كده اهو، دول 6 خيوط. هلف لفه على الابره وهعمل 6 غرز حشو في قلب الغرز دي. ادي 1. خلاص، شايفين اهو الغرز كلها اتشبكت اهي مع بعضها. ادي تاني غرزه، ادي التالتة، تالت غرزة حشو، وادي رابع غرزة حشو، وادي خامس غرزة حشو،
والغرزة الستة اهي. خلاص. بعد كده هعمل كام؟ هعمل سلسلتين، هعمل سلسلتين وهعمل نفس الكلام تاني، يعني هعمل 6 لفات هاخدهم. ادي 1 2 تاني كده، ادي 1 2 3 4 5 6. خلاص. واعمل في قلب الغرز هنا اعمل 6 غرز حشو. ادي 1 في نفس اللفات هنا جواها في قلب الغرز هنا اهو، شايفين؟ اعمل كمان ادي 2 ادي 3 ادي 4 5 6. وبعدين اعمل سلسلتين. شايفين الغرزة عاملة ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ اخلص كل الغرز بنفس الطريقة دي كده، اخد 6 لفات من دول واحط فيهم 6 غرز حشو، وبعدين اعمل سلسلتين، وهكذا لغاية نهاية السطر يا حبايبي. اخلص كله وارجع لكم تاني. اوعوا تروحوا كده ولا كده، وانتظرونا هنا في الفيديو عشان تشوفوا الشغل هيكون عامل ازاي. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الغرزة اللي احنا قلنا عليها دي. خلاص. هبدأ دلوقتي ان انا اقفل السطر ونشوف هنقفله ازاي. طبعا دي اول حاجة في البلوزة من فوق، فهنشوف دلوقتي احنا هنقفل. ومع طبعا ما تنسوش ان احنا معانا بقرتين شغالين مع بعض اهو، شغالين في البقرتين دول مع بعض. ويلا نبدأ دلوقتي نشوف هنقفل الشغل ازاي. دلوقتي بقى احنا هنشيل الشليتين بتوعنا دول كده، وهنبدأ نشوف احنا كنا شغالين في ايه. احنا طبعا كنا شغالين في الناحية دي، في الجزئية دي. هبدأ دلوقتي. طبعا انا عملت ال6 غرز حشو وعملت السلسلتين. هبدأ ان انا اقفل الصدر، يعني اقفل الصدر كله الفه كده على بعضه. خلاص. واجيب اول غرزة احنا اشتغلناها من غرز الحشو هنا. خلاص كده. وهبدأ اجيب الخيط بتاعي واعمل غرزة منزلقة زي ما احنا طبعا متعودين على الشغل بتاعنا. ازاي الكلام ده؟ هدخل في اول غرزة حشو هنا كده، وهعمل الف الخيط واطلع من هنا واطلع من الغرزة دي كمان، وبكده انا قفلت الشغل بتاعي. خلاص. زي ما انتم شايفين كده اهو بقى ده الصدر. تمام. هبدأ دلوقتي ان انا اشتغل ازاي دلوقتي. هنا انا هدخل اعمل كمان منزلقة في الغرزة اللي بعدها، هعمل منزلقة. تمام. والغرزة اللي بعدها كمان هعمل منزلقة. كويس كده. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هدخل في الغرزة اللي بعدها اعمل غرزة حشو اهو، هعمل غرزة حشو. شيل بس الشغل عشان تشوفوا كده. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ عندك هنا سلسلتين صح؟ ادخلي هنا اعملي 5 غرز حشو في الفراغ ده. ادي 5 غرز، قصدي عمود، سوري. ادي اول عمود، 5 غرز عمود يا بنات، عذرا. ادي تاني عمود، فكت مننا. يلا هنبدأ تاني نشوف، نعيد تاني العواميد تاني. ادخلي في الفراغ مش في قلب السلسلة. اول عمود، ادي تاني عمود، شايفين كده اللي هو الفراغ ده اللي هو بين الوحدات اللي احنا عاملينها. ادي تالت عمود، رابع عمود. خلاص. وبعدين خامس عمود. وبعدين ادخلي في النص هنا اي غرزة بقى هنا، سواء التالتة سواء الرابعة زي ما انت عايزة، واعملي غرزة حشو. شايفين كده بالشكل ده. يلا اعملي كمان مرة في الفراغات دي 5 عواميد. ادي 1، شايفين اللي هو مكان السلسلتين بالظبط، في الفراغ بتاع السلسلتين بالظبط. ادي 1 اهو، 2 3 4
خامس عمود، وبعدين ادخلي في غرز الحشو دي في النص كده واعملي غرزة حشو اهو. شايفين بقفلها ازاي؟ طبعا انا كده لو انت خدتي بالك انا كده عملت بالظبط زي التناقص. ليه بقى؟ لان انا كنت بعمل 6 حشو وبعدين سلسلتين، يعني 8 صح؟ يعني كنت بعمل 8 يعتبر بمقام 8 سلاسل، لكن دلوقتي انا بعمل حشو وبعدين 5 غرز عمود، يعني تعتبر كده انا نقصت كل مره بنقص غرزتين بس عشان اضيق مكان الصدر. خلاص يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هلف لفه على الابره وادخل في الفراغ ده، شايفينه اللي هو في السلسلتين، ادخل في الفراغ هنا وهعمل 5 عواميد. ادي 1 2 3 4 5. تمام. بعدين هدخل في الحشوات دي اللي هي 6 حشوات، هدخل في النص في اي حاجه في النص، انت ظبطي نفسك سنطري نفسك زي ما انت عايزه. خلاص يبقى انا كده بعمل ايه اهو زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده لغايه نهايه السطر. ان شاء الله هكمل كله للنهايه وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا السطر ده هو طرف الصدر من فوق، فانا لما اخلص هقفل اول حاجه الناحيه دي ونقص الخيط بتاعنا ونشتغل في الشله التانيه او البقره التانيه اللي احنا شغالين فيها. خلص كله وارجع لكم تاني. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده احنا كده عملنا الصدر، وزي ما انتم شايفين هتلاحظوا ان دي كشه طبعا شويه عن دي، لان دي الناحيه اللي هي ناحيه الراس بالظبط، دخول الراس كده منها هنا. خلاص وانا كده خلصت الغرزه، وزي ما انتم شايفين تقفيلتها كده بالشكل ده. اتمنى تكون واضحه معاكم، شكلها تحفه في الطبيعه كمان، وطبعا شاده الشغل ومخلياه ماسك نفسه. تمام كده. هبدا دلوقتي ان انا اقفل السطر، المفروض ان انا كده خلصت، وهبدا دلوقتي ان انا اقفل وهوريكم القفله دي والقفله الناحيه الثانيه كمان هتكون عامله ازاي. طبعا انا كده وصلت لغرزه الحشو اللي انا عملتها هنا، اول غرزه حشو خالص. خلاص هدخل في اول غرزه حشو دي واعمل غرزه منزلقه، هدخل في قلب غرزه حشو كده واعمل غرزه منزلقه. خلاص وهلف كده واسحب واخلي يا ريت الخيط طويل لان الحرير بيفلت بسرعه مننا. خلاص وهبدا دلوقتي ان انا اقص الخيط، وبكده انا هشيل البقره بتاعتنا دي، وانا كده ده المفروض ان انا اخفيه في وسط الشغل. طيب بعد كده هعمل ايه؟ ونلاحظ ونركز كويس جدا معايا. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو، هنبعد دي كده شويه بس كده. زي ما انتم شايفين هنا في النص الغرزه دي في طرف خيط صح، وكمان في نص الغرزه دي برضو طرف خيط، مالناش دعوه بالخيوط دي طبعا احنا هنخفيها زي ما قلنا. تمام. هجيب برضو الخيط اللي هو في الطرف ده، بسم الله اهو. يبقى ده خيط الجزئيه دي وهنا خيط الجزئيه دي، هربط الطرفين مع بعض، هربط مش اي حاجه ولا منزلقه ولا الكلام ده، هربط الطرفين مع بعض. تمام كده اهو. اربطي كويس جدا ربطتين. تمام اهو. وبعد كده هنبدا برضو ان احنا نخفي الخيوط دي، وهقول لكم برضو احنا هنخفيها ازاي. ادي تالت ربطه عشان يبقى احنا كده ايه اكدنا على المعنى وعلى المضمون بتاعنا، والشغل بتاعنا بقى ايه تمام التمام. دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ الفتلتين دول انا هقول لك ازاي تخفيهم وسيبيهم الوقت وسط الشغل بتاعنا. طيب انا دلوقتي وصلت للبقره الثانيه بتاعتي، وطبعا انا كده خلصت البقره دي خلاص، وهنبدا ان احنا نلفها ونشيلها كده، ما عادش ليها لازمه معانا. يبقى انا كده شلت شله خالص او شلت بقره خالص من قدامكم اهو، نشيلها خالص كده. شوفوا كل حاجه قدامكم على الطبيعه، ونستخدم بقى دي نكمل بيها الشغل. فين بقى الفتله بتاعتها اهي اللي احنا كنا عاملين غرزه حشو وغرزه سلسله صح اهو، غرزه حشو وغرزه سلسله بشويش كده عشان الخيط ما يفكش مننا، اللي هو طبعا خيط حرير اهو. البدايه اهي. تمام. دخلي الابره بتاعتك وتعالي يلا نشتغل مع بعض ونشوف هنشتغل ازاي دلوقتي.
هبدأ اشتغل على الجزئية دي اللي هي الناحية دي، وهعمل غرزة منزلقة عشان اقفل السطر ده، وابقى انا كده قفلت القطعة دي على بعضها. خلاص اهو، بسم الله، شايفين؟ خلاص نجيب بس معلش عشان خاطر هي اتقلبت مننا اهو، زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. تمام. اول غرزة حشو انا عملتها هدخل فيها واعمل غرزة منزلقة. هدخل في اول غرزة هنا واعمل غرزة منزلقة. ظبطي خيوطك وخلي بالك هي كلها خيوط في بعضها، فهنركز مع بعض وندخل في اول غرزة حشو معانا هنا. تمام. وهنعمل غرزة منزلقة في غرزة الحشو. ادي اول غرزة حشو، وهلف واطلع من الحلقة دي. خيط طبعا حرير، فانا لازم اشتغل بالراحة خالص وشوش فيه عشان بس ما يتنتش مني ويبقى فيه اي مشكلة. خلاص اهو، هدخل والف واطلع من هنا والف واطلع من هنا. تمام. المفروض دلوقتي ان انا ابدا ارتفع على السطر اللي بعد كده، ونشوف احنا هنعمل ايه. هرتفع سلسله. خلاص هرتفع سلسله، وشوفوا احنا هنشتغل على ايه دلوقتي بالظبط. هدخل في الفراغ ده اللي هو اصلا انا كنت عامله سلسله، مش انا كنت عامله حشو وبعدين سلسله وبعدين حشو كده. هدخل في السلسله دي كده وهعمل غرزه حشو. خلاص، وبعدين سلسلتين، شايفين؟ طيب بعد كده هعدي حشو سلسله. شايفين؟ انت تعدي بنفسك اهو تعملي غرزه حشو في اللي بعدها، وبعدين سلسلتين. شايفه؟ يلا نعد تاني. ادي سلسله وادي حشو، والتالتة هدخل هنا واعمل غرزه حشو، وبعدين سلسلتين. هعد يلا كمان، هعد يلا كمان. ادي حشو وادي سلسله. الحشو اللي بعدها هدخل هنا واعمل غرزه حشو، بعدين سلسلتين، وهكذا يا بنات. شايفين ليه بعمل كده؟ انا محتاجه السلسلتين دول، انا محتاجه، يا رب تكون واضحه معانا. السلسلتين دول هشتغل عليهم المرحله الجايه. واضحه معانا؟ الفراغ ده واضح معانا؟ طيب انا دلوقتي هفضل اعمل كده سلسلتين واسيب من تحت فراغين واشتغل في التالت غرزه حشو اهو. ادي 1 2، وادخل في التالت واعمل غرزه حشو، وهستمر هكذا يا بنات سلسلتين واعد من تحت فراغين، والتالت اعمل فيه غرزه حشو لغايه النهايه. ارجع لكم تاني ان شاء الله نكون خلصنا كل الشغل ده. رجعت لكم يا حبايبي بعد ما خلصت جزئيه اللي هو السلسلتين وغرزه الحشو كده. عملت اخر حاجه سلسلتين، وبعدين هدخل في اول غرزه حشو انا اشتغلتها كده. خلاص، وهعمل غرزه منزلقه. اول غرزه حشو اهي، وهعمل غرزه منزلقه. الف واسحب الخيط من هنا ومن هنا. تمام. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ شوفوا بقى وركزوا معايا احنا هنعمل ايه. اول حاجه طبعا انا كنت قلت لكم ان احنا نخفي الخيوط بتاعتنا. هنخفي الخيوط بتاعتنا اللي هي كانت في الرابطه اللي تحت. خلاص اهو الخيط اهو، دي الخيوط بتاعتنا اللي كانت في الرابطه من تحت. فانا هخفيها ازاي؟ هخفيها في الشغل بتاعي معايا وانا شغاله كده. دلوقتي انا هحطها كده في جنب، بس عايزه اوريكم الاول بس انا هعمل ايه، وبعد كده احنا هندخلها وسط الشغل بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه. طبعا انا كان عندي هنا السلسلتين اللي انا اشتغلت عليهم، شايفينهم؟ واضحه صح؟ الفراغ بتاعها واضح. انا هعمل دلوقتي، انا طبعا دخلت في غرزه الحشو صح، هدخل في الفراغ ده بتاع السلسلتين دول جوه الفراغ نفسه، وهعمل غرزه منزلقه. يعني هلف واسحب هنا وهنا. ليه انا عملت غرزه منزلقه؟ انا بس عايز ادخل جوه الفراغ ده. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ دلوقتي انا هرتفع 3 سلاسل بقيمه عمود، وهدخل في الفراغ تاني، هلف رفع ابره واعمل في نفس الفراغ تاني عمود. يبقى انا كده يعتبر عملت في الفراغ ده ايه؟ عمودين صح. وبعدين هعمل سلسله وانا سحبه معايا، شايفه اهو؟ شايفين يا حبايبي؟ سحبه معايا الفتل اللي هي في بدايه الخيط، بدايات الخيط، عشان اخفيها وسط الشغل. خلاص هبدا الف رفع الابره وهشوف الفراغ اللي بعد كده اهو. السلسلتين اللي بعد كده هم شايفينهم؟ هدخل في السلسلتين دول واعمل عمودين. ادي عمود وانت سحبه معاكي خيط البدايه اهو،
ونفس المكان تاني في الفراغ برضو اعمل ادي تاني عمود، وبعدين سلسلة. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر؟ طيب تاني هلف لفة على الابرة، وهشوف الفراغ اللي بعد كده، فراغ اهو شايفينه، تدخلي في الفراغ واعملي عمودين. طبعا كده لنهاية الدور تدخلي في الفراغ تعملي عمودين، وبعدين سلسلة، تدخلي في الفراغ اللي بعده تعملي عمودين، وهكذا يا حبايبي لغاية نهاية الدور ان شاء الله. هرجع لكم تاني نكون خلصت كل الدور ده، انتظروني. خلاص اهو، وادي سلسلة. شايفين المنظر؟ عمودين سلسلة، عمودين سلسلة، عمودين سلسلة لغاية نهاية الدور، وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا حبايبي لما خلصت الدور زي ما انتم شايفين. هوريكم بقى عشان يبقى واضح معاكم اكتر. شوفوا شكل الغرز عامل ازاي. خلاص دلوقتي انا هقفل السطر بتاعي. طبعا انا اخر حاجة عملتها، عملت عمودين وسلسلة اهو. خلاص عملت عمودين والسلسلة بتاعتي. بعد كده هدخل في تالت سلسلة انا كنت بدأت بيها، وهعمل غرزة منزلقة اهو. هلف واطلع من هنا، وهطلع من دي كمان. خلاص زي ما انتم شايفين كده انا كده خلصت. اول حاجة هدخل في العمود التاني اللي بعده على طول واعمل غرزة منزلقة. هدخل في قلب العمود واعمل غرزة منزلقة، ادي العمود تمام، وادخل في الفراغ ده، في الفراغ واعمل غرزة منزلقة. ليه انا بعمل كده؟ انا بعمل كده عشان ادخل في قلب الفراغ بتاعي. خلاص يا حبايبي كده. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ ده، في نفس الفراغ ده هعمل غرزة حشو. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هبدأ دلوقتي اعمل 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. هتلاحظي عندك هنا ان هنا عمودين وبعدين فراغ وبعدين عمودين وبعدين الفراغ اللي بعده ادخل اعمل غرزة حشو اهو. شايفة؟ سبت فراغ ودخلت في الفراغ اللي بعده. هبدأ اعمل كمان دلوقتي 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. تمام. 6 7. نعمل 7 سلاسل. احنا عملنا 7 سلاسل هنا، هنعمل هنا كمان 7 سلاسل، وهنسيب الفراغ ده، الفراغ ده هسيبه وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو. شايفين كده؟ يلا نعمل كمان 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. تمام كده. وبعدين شايفين كده هسيب الفراغ ده وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو، وهكمل كده نفس الطريقة دي اهو. شايفين عاملة ازاي؟ شايفين؟ 7 سلاسل 7 سلاسل 7 سلاسل. هعمل كمان 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7، وهسيب فراغ اهو، وهدخل في الفراغ اللي بعده واشتغل غرزة حشو. وطبعا انا كده بعمل ايه؟ بسيب فراغ واشتغل في الفراغ اللي بعده. تمام اهو. هكمل كده للنهايه وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف هنعمل زي ما انتم شايفين كده. هبدا المفروض ان انا اعمل 7 سلاسل صح، واقفل هنا، بس انا مش هعمل كده. انا محتاجه ادخل في نص ال7 سلاسل. فهعمل ايه دلوقتي؟ فهعمل 3 سلاسل فقط. هعمل 3 سلاسل وهلف لفتين على الابره، وهدخل في غرزه الحشو دي، وهعمل عمود بلفتين اهو. ادي اطلع الاول من الحلقه بتاعت الحشو دي، هلف لفتين على الابره زي ما قلنا، وهدخل في الحشو وهلف واطلع من الحشو. يبقى معايا 4 حلقات على الابره، هلف واطلع من حلقتين، وهلف واطلع من حلقتين، وهلف واطلع من حلقتين. شايفين كده عامله ازاي؟ كده انا وصلت لنص الايه السلاسل. هدخل هنا تاني في الفراغ ده وهطلع اعمل غرزه حشو. انا كده ارتفعت باول حاجه في السطر اللي بعد كده. دلوقتي انا هعمل 8 سلاسل. هعمل كام؟ 8 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص. وهدخل في المنطقة دي او في الفراغ ده واعمل غرزة حشو. تمام. كمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8. وهدخل في الفراغ ده واعمل غرزة حشو. شايفين؟ كمان 1 2 3 4 5 6 7 8. وادخل في الفراغ ده واعمل غرزة حشو.
زي ما انتم شايفين كده يا بنات، ده الدور اللي بعد كده. هنفضل نشتغل كده لغايه نهايه الدور، يعني هنفضل نشتغل فوق كل فراغ من دول غرزه حشو طبعا، وهنعمل 8 سلاسل ونخلص الدور ده كله. وهنعمل بنفس الطريقه دي كذا دور، بس طبعا هنرجع لكم تاني. وطبعا ما تنسوش ان احنا طبعا هنعمل 4 سلاسل في النهايه، ونلف لفتين على الابره وندخل في الحشو ده عشان نقفل السطر زي بالظبط ما قفلت السطر هنا. بس طبعا هنا انا عملت 3 سلاسل بس، وبعدين لفيت لفتين وعملت العمود، لان هنا كان 7 سلاسل بس هنا، لكن دي 8 طبعا. فهخلص واعمل 4 سلاسل والف لفتين على الابره وادخل هنا واقفل السطر. تمام. والسطر اللي بعده على طول هعمل 8 سلاسل برضو، يعني هعمل ده مره اللي انا بعمله ده هخلصه للنهايه، وبعدين هعمل فوقه كمان 8 سلاسل ونخلص كله ونرجع لكم تاني نشوف احنا هنعمل ايه. وزي ما قلت لكم اقعدوا اشتغلوا بقى كده غرز الهربن دي، ماشي. وهنعمل دلوقتي من غرز الهربن دي هنفضل نشتغل لفات، بس هيكونوا بعدد ايه بقى؟ هيكونوا بعدد دي، يعني هتعدي ادي 1 2 عندك في البلوزه طبعا 3، شايفه؟ يعني هتفضلي تعدي دول، تعدي دي كام واحده، دي كام واحده. تمام. هتعملي ايه؟ تعدي دي كام واحده. تمام كده. بعد كده لما تعدي دول هتقولي الرقم ده في 6، هتقولي الرقم ده في 6. تمام. وبعد كده هيظهر لك العدد. طبعا ان شاء الله باذن الله هنكون مع بعض ونعرف العدد هيكون كام بالظبط. تابعونا ان شاء الله، ونخلص بس كمان دورين من اللي هم 8 سلاسل، ونرجع لكم تاني ان شاء الله لما اقول لكم احنا عملنا كام لفه من الهربن في الدور الجاي ان شاء الله. انتظرونا وهتروحوا كده وكده واخلص وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده عملت زي ما احنا اتفقنا الادوار دي. خلاص. لو جينا نحسب كام مره سلاسل، ادي مره، ادي التانيه، ادي التالته. لغايه كده انا عملت القطعه دي. هبدا دلوقتي ان انا اشيل القطعه دي ونشوف. انا قلت لكم طبعا جهزوا شويه شغل بالهربن زي ما انتم شايفين كده. اشتغلت مجموعه من اللفات. اقول لكم انا حسبت اللفات دي على اساس ايه. خلاص. طبعا هرجع تاني للشكل اللي انا اشتغلته. هعد هنا، شوفوا كده معايا، هعد هنا ادي 1 2 3 شايفين 4. انا طلع معايا 68 واحده. لما نعمل 68 دول، انت لو ما طلعش معاكي 68 عادي، مهما كان العدد اللي يطلع معاكي اعملي نفس اللي انا بقولك عليه بالظبط كده. هتجيبي العدد اللي انت عملتيه هنا 68 70 اي حاجه. هو طلع معايا طبعا 68، انت ممكن يطلع معاكي مثلا غرزتين زياده، غرزتين نقصان، ما فيش اي مشكله. اقسمي على الاتنين، يعني دي 68 على الاتنين، على الاتنين فيها كام؟ 34. تمام. طيب دلوقتي هنجيب ال 34 نضربهم في 6. نضربهم في كام؟ في 6. هيطلع لنا 204. هيطلع لنا 204. هنعمل كده 204 لفه. تمام كده يا حبايبي. يبقى احنا هنعمل 204 لفه من الهربن هنا، من غرز الهربن، وارجع لكم تاني ان شاء الله لما نكون عملنا ال 204 لفه ويكونوا جاهزين معانا. انا بغلط في العد زي لولا كده. طبعا لولا بتغلط في العد، بفضل اعد واتلخبط مع نفسي كده. اعمل ايه؟ كل ما اعمل 100 لفه اعملها كده بماركر او دبوس، او اربطها بخيط مخالف. يعني حاولي تعلميها وتحددي انت عملتي كده 100، عشان انا لما اخرج من الخيط من النول ما اتلخبطش من اي شغل. تمام. نبدا دلوقتي نشيل الخيط بتاعنا من النول ونبدا نشتغل زي ما احنا اتعودنا مع بعض. هنشوف دلوقتي احنا هنشتغل ازاي وهنوصل ازاي الشغل ده اللي احنا نشتغله ده، وهنوصله ازاي بالباقي البلوزه والصدر اللي احنا اشتغلناه. بشويش كده هنطلع من النول. خلاص. وعندك العلامات بتاعتك. هنبدا دلوقتي وركزوا معايا نشوف الشغل ده هنشتغله ازاي. تمام كده. نشوف احنا هنعمل ايه بالظبط، وركزوا معايا يا حلوين. تمام. ما تلاقيش الخيط مش هيتلخبط معاك ولا اي حاجه، بس تشتغلي بشويش وما تشديش ايدك، ما تشديش ايدك نهائيا في الشغل. اتفقنا يا بنات؟ طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنجيب بدايه الشغل بتاعنا اللي احنا اشتغلناه اهو، بدايه الشغل ده. تمام.
اهي الخيط اللي هو اخر حاجه اشتغلناها، وهنفرد الشغل كده مع بعض عشان نشوف. احنا هنخليها طبعا يمين عشان خاطر نقدر نشتغل طبعا بايدنا اليمين. وهبدا دلوقتي ان انا افرد الشغل كده قدامكم وتشوفوا الخيط بيتفرد ازاي. اهم حاجه يا حبايبي، نصيحه لما نيجي نشتغل بخيط الحرير لازم ايدك تكون مترطبه بالكريم، معلش ما ينفعش ولا اي جلد ناشف في ايدك ولا ضافر في سنه تخربش الخيط يقوم الخيط يتنسل معاكي يا حبيبتي. خلاص دي بس انا حبيت اقول اوضح المعلومه دي عشان تاخدوا بالكم منها. طبعا ده دي ال 40 غرزه بتوعنا. خلاص فانا هفردهم كده عشان نشوف احنا هنشتغل مع بعض ازاي. دلوقتي احنا اول حاجه هنعملها هنجيب الطرف الخيط ده اللي هو الفتله بتاعتنا ونقصها. خلاص ونشيل بقى كده البقره بتاعتنا، احنا كده خلصناها. وهنبدا دلوقتي نسحب الخيط ده ونربطه كويس جدا. خلاص نبدا دلوقتي ان احنا نفرد الشغل بتاعنا كده، وهنبدا ان احنا نشتغل على طول على الغرز بتاعتنا اللي موجوده هنا واللفات دي. دلوقتي هناخد طرف الخيط كده ونعمل عقده بدايه. خلاص في الابره زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا نجيب بدايه الشغل بتاعنا ونشوف اول لفه احنا عملناها ندخل فيها كده، ناخد اول لفه وتاني لفه، شايفين اول لفه وتاني لفه، وهنلف لفه على الابره ونطلع من اللفتين دول، وبعدين نلف ونطلع نعمل غرزه حشو. خلاص طبعا احنا خدنا الغرزه دي واشتغلناها في الفيديو اللي قبل كده في اللي هو الجزء اللي فات يعني. خلاص كده. طيب هبدا دلوقتي اكمل ازاي. هعمل في نفس المكان، هدخل بين الحلقتين دول برضو كده تاني واعمل غرزه حشو كمان. خلاص بعد كده هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. خلاص كده يبقى انا عملت في الحلقتين، اخدت حلقتين عملت فيهم غرزه حشو وبعدين عملت 3 سلاسل. يلا هكمل واخد حلقتين بعد كده. شوفوا ادي حلقه وادي حلقه. خلاص خدت كده حلقتين اهم، هعمل جواهم غرزتين حشو. هلف لفه على الابره واطلع وبعدين الف واطلع من الحلقتين. خلاص يبقى عندي كده اللفتين دول شايفينهم اهم، هدخل جواهم تاني واعمل كمان غرزه حشو كمان جواهم كده، هلف واطلع واعمل غرزه حشو. يبقى انا كده عملت جواها غرزتين حشو واعمل 3 سلاسل. ادي 1 2 3. نفس الكلام طبعا لغايه نهايه السطر، هاخد لفه وكمان لفه تمام، وبعدين الف واطلع من اللفتين دول. يبقى معايا حلقتين على الابره، هلف واطلع من حلقتين وادخل تاني واعمل غرزه حشو كمان مره، وبعدين اعمل 3 سلاسل 1 2 3. شايفين كده المنظر؟ طيب هكمل كده لغايه نهايه السطر وارجع لكم تاني ان شاء الله نكون خلصت السطر كله. انتظروني. خلصت كده يا حبايب قلبي زي ما احنا اتفقنا نعمل في كل لفتين غرزتين حشو وبعدين نعمل 3 سلاسل. خلاص انا بعد ما خلصت كل حاجه كده وعملت هنا في اخر لفتين كده غرزتين حشو، عملت 3 سلاسل وبعدين حطيت الماركر هنا في السلسله وقفلته عشان خاطر انا هحتاجه بعد كده عشان ما اقصش طبعا الخيط وافضل اقص. انتوا عارفين طبعا انا ما بحبش حكايه ان انا افضل اعمل وصولات كتير في الخيط. تمام. فانت هتحطي كده علامه في اخر او اخر حاجه اشتغلت فيها كده دي اللي هي اصلا مكان الابره، هتحطي العلامه وتسيبيها شويه كده لان احنا هنشتغل بعد كده. نبدا دلوقتي ان احنا نشتغل الجزئيه اللي تحت دي. خلاص فاحنا هنقلب الشغل كده، شايفين؟ نقلب الشغل كده ونبدا نشتغل مع بعض. وركزوا بقى معايا ونشوف احنا هنشتغل دلوقتي، هنشتغل الجزئيه دي هنشتغلها على القطعه اللي احنا اشتغلناها دي اللي هي بتاعه الصدر. خلاص هبدا دلوقتي ان انا اكمل الشغل فيها. وشوفوا انا هشتغل، شايفين اهو، شايفينها دي القطعه اللي احنا اشتغلناها بتاعه الصدر بتاعه الجزء الاول. طيب انا هشتغل ازاي دلوقتي؟ يلا بقى نركز يا حبايبي، نركز مع لولا. هبدا دلوقتي ان انا اوصل بقى القطعه اللي احنا اشتغلناها بايه؟ بالشغل اللي احنا عملناه بتاع الهربت ده. خلاص ركزوا معايا وشوفوا انا هعمل ايه دلوقتي. انا هنا اخر حاجه قفلتها اللي هو كان المفروض ان انا بعمل 8 سلاسل صح، فعملت 4 سلاسل وعملت عمود بلفتين. يعني ايه؟ هوريكم برضه عشان تبقوا انتوا عارفين احنا عملنا ايه.
احنا المفروض كل مره بنعمل 8 سلاسل صح ونقفل. لا انا هعمل دلوقتي 4 سلاسل وهلف لفتين على الابره وهدخل في اول غرزه هنا وهعمل عمود بلفتين. خلاص وكده انا وصلت للمنتصف بالظبط بتاع الشغل بتاعي. تمام كده. هبدا دلوقتي ان انا اوصل بقى وابدا اوصل قطعه الهيربن دي بالشغل ده. هعملها ازاي كده؟ يلا ركزوا معايا وشوفوا احنا هنعمل ايه. هنشتغل كل شغلنا على 6 لفات، كل شغلنا هيكون على 6 لفات. يلا نعد مع بعض ونشوف كده. ادي اول لفه خلاص، وادي تاني لفه، وادي تالت لفه، 4 5 6. تمام كده انا خدت 6 لفات. هلف لفه على الابره واطلع من هنا كده من كل اللفات بتاعتي. هلف على الابره واطلع من كل اللفات بتاعتي واعمل غرزه حشو. خلاص كده اهو، واعمل غرزه حشو. تمام. ادخلي تاني، ادخلي تاني جوه اللفات تاني اهي اهو، 6 لفات اهو احنا دخلنا قلبهم. ادخلي جواها تاني واعملي كمان ادي 1 غرزه حشو كمان، وادي تاني غرزه حشو. يبقى انا كده عملت 3 غرز حشو. شايفين انا كده عملت ايه؟ 3 غرز حشو. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اعمل 1 سلاسل بقى، ها 2 3 4 5 سلاسل. تمام. وهجيب القطعه بتاعتي دي، اجيب القطعه دي وادخل هنا في الفراغ ده واعمل غرزه حشو. شايفين؟ وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. شايفين؟ وبعد كده هاخد من تحت هنا 6 لفات. ادي 1 2 3 4 5 6 واعمل جواها غرزتين حشو. ادي 1 2. خلاص شايفين؟ وبعدين اجي عند ايه اللي بعدها دي على طول، شايفينها دي، واعمل فيها غرزة حشو اهو في الفراغ ده، اعمل غرزة حشو. تمام. تمام كده يا بنات. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنكمل شغل في ال6 لفات تاني، نرجع تاني لل6 لفات اللي احنا كنا بنشتغل فيهم هنا ونعمل كمان غرزتين حشو. ادي 1 2. لو انت ما فهمتنيش ركزي تاني وانا هكرر كذا مره الموضوع ده. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تمام. وهاجي هنا في القطعه اللي انا بشتغل عليها دي، اللي انا بشتغل عليها وبوصل فيها هنا اهو، وهاجي للناحيه دي ادي اللي بعدها اهو، واعمل هنا غرزه حشو. تمام كده. شايفين؟ وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. خلاص يا حبايبي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هدخل اجيب 6 لفات جداد. ادي 1 2 3 4 5 6. تمام كده. واعمل غرزتين حشو بس اهو. ادي غرزه حشو، اطلع من كل الحلقات ماشي، يبقى معايا لفتين على الابره، اطلع من اللفتين دول كده عملت غرزه حشو. كمان مره جوه 6 لفات اعمل غرزه حشو. خلاص. واجي عند القطعه اللي انا بوصلها دي اللي هي السلاسل دي، شايفينها؟ السلاسل دي اللي عليها الدور فين اهي، اعمل فيها هنا غرزه حشو، اعمل فيها غرزه حشو، وارجع تاني لنفس الحلقات او اللفات اللي انا بشتغل عليها هنا، اللي اشتغلت فيها اصلا غرزتين حشو، ارجع لها تاني وادخل هنا واعمل غرزتين حشو تانيين. خلاص اهو غرزتين حشو، وبعدين 5 سلاسل. خلاص. واشوف الطرف اللي بعده هنا السلاسل اللي عليها الدور دي اهو، وادخل فيها واعمل غرزة حشو. ادخل هنا واعمل غرزة حشو في الفراغ بتاع السلاسل اللي جاي. شايفين؟ شايفين يا بنات كده؟ وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهروح جري اعمل ايه؟ ها هنشوف بقى الشكل عامل ازاي كده. شوفوا الشكل عامل ازاي، شبكناه ازاي.
شايفين مشبوكه ازاي مع بعضها بشكل متناسق. طيب نكمل الشغل. يلا ندخل ناخد 6 لفات اللي عليهم الدور. ادي 1 بس نطلعهم كده خلاص. ادي 1 2 3 4 5 6. خدنا 6 ايه؟ خدنا 6 لفات. تمام كده. طيب نلف ونعمل غرزة حشو فيها. معلش طلعنا منهم اهو. ندخل تاني في 6 لفات كده ونلف ونعمل غرزة حشو، وكمان مرة غرزة حشو. يبقى احنا عملنا كام غرزة حشو؟ غرزتين حشو. تمام كده. هدخل اجيب على طول الايه؟ السلاسل اللي عليها الدور، اللي هي اهو قطعه اهي اللي عليها الدور دي، واعمل في قلب السلاسل هنا غرزه حشو. تمام. وارجع تاني لل6 لفات اعمل فيها كمان غرزتين حشو اهو. كمان الغرزه التانيه كمان غرزه حشو. معلش هنطلع تاني عشان نتفكك مننا برضو اهو. شوفوا هدخل هنا في ال6 حلقات دي او ال6 لفات دي وهعمل غرزتين حشو كمان. ادي 1 ادي 2. اتمنى يكون الشغل واضح وشرحنا مفهوم وواضح معاكم. شايفين كده؟ يبقى انا بعمل 5 سلاسل وهاجي في السلسله اللي عليها الدور دي كده، السلاسل دي اللي على الدور، وادخل في الفراغ ده واعمل غرزه حشو. شايفين كده يا حبايبي؟ الموضوع اسهل من السهوله. وبعد كده هعمل 5 سلاسل 1 2 3 4 5. تمام. وبعدين اروح اجيب لفات، اجيب 6 لفات من تحت. ادي 1 2 3 4 5 6. هفضل اشتغل بنفس الطريقه دي، اشتغل جواها غرزتين حشو اهو، وارجع اعمل في السلاسل سلسله غرزه حشو اهو. ادي غرزتين حشو اهو. تمام. وارجع عند السلاسل كده واروح هنا واعمل غرزه حشو، وارجع تاني على اللفات واعمل غرزتين حشو، وبعدين اعمل 5 سلاسل وارجع للسلاسل هنا وادخل فيها واعمل في الفراغ هنا واعمل غرزه حشو، وارجع اعمل 5 سلاسل كمان، وهكذا يا بنات لغايه نهايه السطر. شرحت لكم جزئيه كبيره وهوريكم الشكل بتاعها هيكون عامل ازاي. شوفوا طبعا لما نخلص الشغل كله هيوضح معاكم الشكل وهتكونوا شايفينه عامل ازاي. شايفين ده طبعا الجزئيه اللي فوق اهو، وده الشغل بتاعنا متوصل بشكل نظيف جدا. هكمل كله النهايه وارجع لكم تاني ان شاء الله. انت دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا الشغل بتاعنا وخلصنا التقفيلات اهو. خلصنا كل التقفيلات كده، وهوضح لكم الشغل عشان تبقوا شايفينه كله اهو. تقفيل نظيف، مفيش اي حاجه فيه واضحه خالص ان هو تقفيل او توصيل او اي حاجه من الحاجات دي. تمام. فاحنا كده خلصنا الجزئيه دي. طيب احنا قفلنا التوصيلات ازاي؟ طبعا احنا شرحناها قبل كده في الجزء الاول، والمفروض ان احنا خلاص نختصر ونخلص نفسنا عشان نبقى عارفين كل ايه الفيديو يعني يكون مختصر. تمام. دلوقتي انا بعد ما خلصت الجزئيه دي اللي هي التقفيله دي هبدا دلوقتي اشتغل تحت هنا. هبدا دلوقتي اشتغل الطرف هنا التأسيس بتاع الشغل او باقي الشغل بتاع البلوزه اللي هو نفس الجزئيه دي بالظبط، اللي هي نفس الجزئيه دي بالظبط. كنا بنعمل حشو سلسلتين صح؟ طيب احنا هنغير حاجات بسيطه بس هنا في الجزئيه دي، ويلا بينا دلوقتي نبدا نتابع ونشوف احنا هنعمل ايه في الجزئيه دي. دلوقتي انت لو معاكي لسه الخيط تمام كملي شغل عادي. لو انت ما قصتيش الخيط كملي شغل عادي. لكن احنا طبعا كانت الشله بتاعتنا خلصت، فطبعا هنبدا دلوقتي ان احنا نشتغل ونكمل بالشغل بتاعنا ونشوف هنشتغل بايه ازاي. طبعا انتوا شايفين كده نبدا نقلب الشغل عشان طبعا دي منطقه الصدر ودي منطقه اللي تحت. خلاص هندخل مثلا في اي مكان هنا يعجبك وخدي اعملي غرزه بدايه. خلاص اهو مثلا اي مكان خدي غرزه البدايه بتاعتك دي كده. تمام. وادخلي هتلاقي عندك اللي احنا اشتغلناه 3 سلاسل وغرزتين حشو صح اهو. 3 سلاسل اهم وغرزتين الحشو بتوعي. تمام كده يا حبايبي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هدخل في ال3 سلاسل دول
في الفراغ بتاع الثلاث سلاسل دول اهو. هنا هدخل في الفراغ ده وهسحب والف واعمل غرزة حشو، شايفين؟ وبعدين هعمل 3 سلاسل. شوف الفرق بينه وبين الدور الاولاني، كنت بعمل حشو سلسلتين بس، صح كده؟ عملت حشو وبعدين 3 سلاسل. هسيب الجزئيه دي، شوفوا معايا، هسيب الجزئيه اللي هي الحشو اللي هي غرزتين حشو، وهدخل في الفراغ بتاع الثلاث سلاسل وهعمل هنا في الفراغ ده غرزه حشو. خلاص. طيب بعدين هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. خلاص كده. طيب دلوقتي انا هسيب الجزئيه بتاعه الحشو دي اهو، الحشوه اللي هو غرزتين حشو، وهدخل في مكان الفراغ بتاع الثلاث سلاسل في الفراغ هنا واعمل غرزه حشو. يبقى انا بعمل ايه يا حبايبي؟ بعمل 3 سلاسل واسيب مكان الحشو اللي انا عملته واروح عند الفراغ بتاع السلاسل واعمل غرزه حشو، وهعمل كده لغايه نهايه الدور بتاعنا اهو. زي ما انتم شايفين كده، شايفينه في فراغات اهو اللي هي مكان الثلاث سلاسل اللي انا بشتغلهم اهو. يبقى انا بعمل ايه تاني اهو؟ 3 سلاسل وهسيب من تحت المكان ده اللي هو غرز الحشو، وهدخل في الفراغ ده اللي هو بتاع الثلاث سلاسل واعمل غرزة حشو. يبقى 3 سلاسل، 1 2 3، وادخل في مكان الثلاث سلاسل واعمل غرزة حشو كده لغاية نهاية الدور، اخلصه وارجع لكم تاني ان شاء الله. تمام، انتظروني. رجعت لكم يا بنات لما خلصت السطر كده زي ما انتم شايفين كده، وهبدا دلوقتي ان انا اقفل اول حاجه اللي هي الثلاث سلاسل، اخر حاجه عملتها، وهدخل في اول غرزه حشو هنا اشتغلتها. خلاص، هدخل في اول غرزه حشو اشتغلناها هنا مع بعض، وهعمل غرزه منزلقه. تمام كده. بعد كده هدخل في اول فراغ عندي اهو، اول فراغ عندي هدخل جواه هنا واعمل غرزه منزلقه، اطلع من هنا ومن هنا، وبعدين هرتفع ب3 سلاسل بقيمة عمود. خلاص، وهشتغل جوه الفراغ ده كمان عمودين. انا ليه بعمل كده اهو؟ عمودين عشان يبقى كده جواها 3 اعمدة. تمام كده. بعدين سلسلتين، وبعدين اروح للفراغ اللي بعد كده، الفراغ اللي بعده اهو، الفراغ ده اللي هو الثلاث سلاسل اللي انا اشتغلتهم دول، هدخل هنا واعمل 3 اعمدة. ادي 1 2 وادي العمود الثالث في الفراغ اللي احنا بنشتغل فيه اللي هو الثلاث سلاسل. وبعدين هعمل سلسلتين وهدخل في الفراغ اللي بعده على طول واعمل 3 اعمدة اهو. ادي اول عمود، تاني عمود، شايفين؟ وتالت عمود، وبعدين سلسلتين. تمام كده يا حبايبي اهو، ادي سلسله وادي سلسله زي ما انتم شايفين كده. هبدا دلوقتي ان انا اكمل لغايه النهايه نفس الشكل ده كده، وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف الدور الجاي هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، خلصت الدور كله بتاع الغرزه دي. دلوقتي انا هقفل السطر بتاعي، وهقفلها ازاي؟ هدخل في تالت سلسله زي ما اتعودنا كده، السلسله التالتة لينا هنا هدخل فيها واعمل غرزه منزلقه. هطلع من الحلقه دي ومن الحلقه التانية كمان. خلاص. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هدخل في العمود اللي بعده كمان اعمل منزلقه، وادخل في الفراغ ده، الفراغ شايفينه، اعمل في الفراغ ده منزلقه اهو. هرتفع دلوقتي سلسله وادخل في قلب الفراغ كده واعمل غرزه حشو، وبعدين اعمل 9 سلاسل. تمام، واسيب فراغ وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزه حشو، وبعدين 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واسيب فراغ كده وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزه حشو، وبعدين 9 سلاسل،
واسيب الفراغ اللي بعده وادخل في اللي بعده واعمل غرزة حشو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بعمل 9 سلاسل واسيب من تحت فراغ وادخل في الفراغ اللي بعده، اسيب فراغ وادخل في الفراغ اللي بعده. شايفين كده؟ هعمل بالشكل ده 3 ادوار، هعمل بالشكل ده 3 ادوار. تمام. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ يعني انا هشتغل ال9 سلاسل دول 3 مرات، ادي مره وكمان مرتين، وهقفل بنفس القفلات اللي انا اشتغلتها قبل كده في الجزئيه دي. خلاص، المفروض ان انتم متابعين الجزء الاول وشايفين كل الشغل اللي احنا اشتغلناه في الجزئيه دي. بعد ما اخلص ال3 ادوار دول ان شاء الله، انا هعد اشوف 1 2 3 العدد الوحدات دي. فانا طبعا هخلص الدور كله وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف العدد كله هيطلع كام، عشان خاطر اقول لكم نعمل كام لفه من شغل الهيربن ان شاء الله. تابعونا وانتظرونا وشوفوا احنا هنعمل ايه. رجعت لكم يا حبايبي بعد ما عملت 53 واحده من دول، يعني دي 53 زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا عديتهم 53. ودلوقتي انا هعمل ايه يا حبايبي؟ هضرب ال 53 في 6. هضرب ال 53 في 6 يطلع لنا كام؟ هنشوف هيطلع لنا كام، وهيبقى ده عدد اللفات بتاعتنا. وهرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما اعمل كل ده واوصلهم كمان بالجزئيه دي. خلاص، في المرحله دي انا هشوف دلوقتي ان احنا عاملين هنا علامه كده اللي هو مكان الكم بتاعنا او مكان الايد بتاعتنا، دراعنا هيتحط هنا، والناحيه الثانيه برضو نفس الكلام. خلاص، حطينا الماركر هنا. ده المقاس ده اللي هو من هنا لهنا اهو المقاس، عشان بس اجيبه لكم يبان معانا في التصوير، ما نطلعش بره الكادر من التصوير. الجزئيه دي هي دي دوران الوسط. تمام. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ طبعا دي كانت نهايه الشغل بتاعنا، يعني اخر سلسله احنا اشتغلناها اهو زي ما انتم شايفين كده، عواميد اهي، صح كده؟ شايفين دي اللي هي انا كنت بعمل 3 عواميد. لو كنت شفتوا الاجزاء، طبعا انتوا لازم تشوفوا الاجزاء اللي فاتت، ما ينفعش تشتغلوا معانا طبعا من غير ما تشوفوا الاجزاء اللي فاتت. طبعا دي اهي العمود هنا اللي هي الجزئيه دي من العواميد دي. خلاص، هو ده اخر حاجه احنا اشتغلنا هنا. اول ما اوصل للجزئيه دي فانا المفروض دلوقتي ان انا اقفل خلاص، ونشوف هنقفل ازاي. طيب نشوف بقى مع بعض. دلوقتي انا هبدا اقفل على الكم بتاعي. هدخل في الفراغ ده اللي انا كنت معلمه فيه الماركر، هدخل هنا واعمل غرزه حشو، وبعدين ابدا اعمل 9 سلاسل. اعمل كام؟ 9 سلاسل، نفس اللي انا عملته في الدور اللي فات بالظبط. وهسيب هنا فراغ زي ما انتم شايفين كده، وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزه حشو، وبعدين اعمل 9 سلاسل. تمام. وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزه حشو. طبعا اسيب فراغ زي ما احنا متفقين، كل مره بنسيب فراغ وندخل في الفراغ اللي بعده نعمل غرزه حشو. طبعا احنا المفروض ان احنا متابعين الاجزاء اللي فاتت وشفنا كل الشغل فيها. وطبعا انا لو انتم مش متابعين الاجزاء اللي فاتت هنزل لكم في صندوق الوصف لينكين للجزء الاول والجزء الثاني، وطبعا هيكون الجزء الثالث. ولو انتم مش عارفين يعني ايه صندوق الوصف يا بنات، موجود عندكم تحت الفيديو في سهم كده او مثلث صغير على الشمال، اضغطوا عليه هيجي لكم كل اللينكات اللي احنا بنتكلم عنها. وطبعا كمان هنزل لكم لينك جروب مشغولات لولا ولينك جروب التبادل، اتمنى تشرفونا في كل دول. وانا هبدا اكمل ده لغايه ما اوصل للعلامه الثانيه وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف هنعمل. وصلت انا كده يا بنات وخلصت كل الجزئيه دي زي ما انتم شايفين كده اهو، عملت كل السلاسل. وصلت بقى للجزئيه الثانيه اللي هي الناحيه الثانيه، وعملت كده 8 سلاسل هنا، والمفروض ان انا ابدا اوصل من هنا لهنا. خلاص، فهدخل الابره هنا كده واشيل العلامه بتاعتي وادخل في المكان الثاني اللي هقفل فيه الكم كده واشيل العلامه. خلاص، وهبدا دلوقتي ان انا اعمل غرزه حشو زي ما عملت بالظبط في القفله بتاعه الكم الاولانيه، غرزه حشو. خلاص، واعمل كمان مره 9 سلاسل. خلاص، وابدا ان انا الف الشغل بقى كده واشتغل اكمل عادي. اسيب فراغ هنا وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزه حشو، اسيب فراغ وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزه حشو، وبعدين اعمل 9 سلاسل، وهكذا لغايه ما اوصل للنهايه خالص. وطبعا هشتغل نفس اللي انا كنت بشتغله، ان انا اعمل بقى المره اللي بعدها السلاسل برضو نفس النظام كده. خلاص،
شايفين كده؟ طيب دلوقتي انا عايزه ابدا احدد بقى الشغل. خلاص احنا كده فهمنا جزئيه الشرح ده بتاعه البلوزه دي، لحد كده احنا فهمنا. فهبدا دلوقتي اشرح لكم بقى الجزئيه الاخيره للشغل، عشان خاطر انا هطلع لكم على طول بعد ما اكون ركبت كل القطع خلاص، لان انا طبعا علمتكم ازاي نركب القطع بتاعه الهربن مع بعض. خلاص طبعا انا هنا اخر حاجه عملتها هنا كده السلاسل، صح؟ هبدا ان انا اعمل سلاسل كمان، دور سلاسل. خلاص تمام كده. طيب انا دلوقتي عايزه احدد شغل الهربن تاني، فهبدا دلوقتي ان انا اعمل كمان شغل هربن بعدد ايه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، او في كل مره بنتفق نفس الاتفاق ده كده. شايفين دي؟ خلاص هنعد دي كام واحده. تمام، هنعد دي كام واحده. ودلوقتي احنا هنشتغل نفس النظام، هنضربها في 6 ونشتغل بعددها هربن. هنضربها في 6 ونشتغل بعددها هربن. انت ممكن تكوني عملت نفس العدد اللي انا عملته، ممكن تكوني عملت اكتر منه اقل منه، مفيش اي مشكله. المهم يكون مقاسك اللي انت عاملاه. بعد ما حددت المقاس بتاعك وعملت السلاسل، هتعدي السلاسل دي وتضربيهم في 6 زي ما احنا اتفقنا في الشغل اللي فات، في الاجزاء اللي فاتت، وشرحنا الموضوع ده وقلنا ازاي هنقيس القطع بتاعتنا. وبعدين تعملي عدد لفات هربن بالعدد اللي انت حسبتيه. تمام كده يا حبايبي. فانا ان شاء الله هرجع لكم تاني لما اكون ركبت بقى خلاص القطعتين، وبكده هنكون بدأنا نفنش البلوزه بتاعتنا ونشوف هنقفلها ازاي. خلاص بقى كده. وطبعا الكم كمان لازم له شغل، فانتظروني اركب القطعتين دول وارجع لكم تاني ان شاء الله، مش هتاخر عليكم ان شاء الله. يلا انتظروني. وهتروحوا كده ولا كده، ما تنسوش تعملوا لايك يا حلوين. ويلا باي دلوقتي مؤقتا كده اخلص كله وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما ركبت اخر قطعه هربن. يعني طبعا احنا اتعلمنا قبل كده في الفيديوهات السابقه ازاي بنشتغل قطعه الهربن ونركبها طبعا، واحنا ركبنا كده هنا اخر قطعه هربن اللي هي دي. يعني احنا عملنا كام قطعه من الاخر كده؟ ادي كده 1 وادي 2 ادي 3 وادي 4. خلاص كده. فهبدا دلوقتي ان انا اشتغل معاكم ونشوف ان شاء الله احنا هنفنش يعني خلاص الشغل ازاي. طبعا انا بعد ما ركبت القطعه دي بالطريقه المعتاده بتاعتنا اللي احنا دايما بنشتغلها كل مره، فهنشوف دلوقتي هنقفل ازاي تحت، لان طبعا انا عايزه ازود شويه في الشغل من تحت هنا. خلاص. طيب دلوقتي انا طبعا قفلت الجزئيه دي، بس هوريكم برضو انا قفلتها ازاي. خلاص انا هجيب الخيط مثلا، نفترض ان احنا ما اشتغلناش خالص، بس انا هوريكم الغرزه اللي انا عملتها. يعني غرزه بسيطه وسهله وفي منتهى السهوله، وهنشوف دلوقتي احنا هنعملها ازاي. طبعا احنا اتعلمنا قبل كده الجزئيه اللي فوق دي اللي هي دي هنشبكها ازاي، صح؟ وشفناها في الجزئيه اللي فاتوا. دلوقتي احنا هنقفل الجزئيه دي عشان خاطر احنا كده هنشوف احنا عملناها ازاي. طبعا انا قفلت دي، شايفينها عامله ازاي كده؟ انا قفلتها. هوريكم كأن انا ما قفلتش اي حاجه خالص، وكأنك انت بتبداي السطر من اول خالص. هنعمل غرزه بدايه عادي اهو. تمام، كأنك بتعملي غرزه بدايه عادي خالص. وبعدين هتجيبي اللفات دي، ادي اول لفه وادي تاني لفه. تمام. وبعدين تعملي جواهم تلفي لفه كده على الابره وتطلعي. خلاص. تعملي غرزه حشو. تمام كده. وبعدين تعملي سلسلتين دي كده كأنك انت عملت بالظبط عمود. خلاص. هلف لفه على الابره وهدخل تاني في نفس الفراغ واعمل كمان عمود. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت عمودين. ادي تاني عمود. خلاص. هلف لفه على الابره وهسحب لفتين تانيين. ادي لفه، شايفين؟ وادي اللفه التانيه. خلاص كده واضح؟ طيب بعد كده هعمل عمود. ادي عمود، هلف واطلع من الحلقتين دول او من اللفتين دول، ويبقى معايا زي ما انتم شايفين كده، يبقى معايا 3 لفات على الابره. هلف واطلع من حلقتين وهلف واطلع من حلقتين. خلاص. هلف لفه على الابره كمان مره وهدخل تاني جوه اللفتين دول واعمل كمان عمود. شايفين اهو؟ يبقى انا كده عملت في اول لفتين عمودين، واول لفتين يعني
اللفتين دول عمودين واللفتين دول كمان عمودين. هلف لفه على الابره وهدخل تاني واجيب لفتين، ادي لفه وادي لفه، شايفين كده من لفات الهربن، وهلف لفه على الابره واطلع من اللفتين دول، يبقى معايا 3 حلقات على الابره. هلف واطلع من هلف واطلع من حلقتين، وبعدين الف واطلع من حلقتين، وبعدين اعمل كمان مره عمود، ادخل في الفراغ ده اللي هو في اللفتين، وهلف واطلع من اللفتين كده، يبقى معايا 3 حلقات على الابره زي ما انتم شايفين كده. خلاص هلف واطلع من حلقتين، وبعدين الف واطلع من حلقتين زي ما انتم شايفين طبعا كده يا حبايبي. انا عملت كده في كل طبعا انا بحط دايما عشان خاطر تكون علامه ليا ما يفلتش مني الخيط او يتفك مني. فانا بالطريقه دي هعمل نفس الشغل كده لغايه النهايه. هلف لفه على الابره واسحب اهو لفتين، وبعدين اعمل اول عمود، شايفين، وبعدين الف لفه على الابره تاني وادخل تاني هنا واعمل تاني عمود، وبعدين اسحب اهو لفيت لفه على الابره، شايفين، وبعدين اسحب لفه واسحب اللفه التانيه، وبعدين اعمل عمود، ادي عمود، الف لفه على الابره وادخل تاني اهو بين اللفتين كده واعمل عمود تاني. يبقى انا بعمل كل لفتين باخدهم واعمل فيهم عمودين اهو كده. انا بس بوريكم لغايه ما اقفل السطر معاكم وتشوفوا احنا قفلنا السطر ده ازاي. انا كده بعمل في كل لفتين بعمل فيهم جواهم عمودين، وزي ما اتفقنا طبعا ان احنا بنعمل نفس مقاس الداخلي. هنا احنا في المرحله دي ما بنعملش اي تزايد طبعا، لان احنا خلاص كده وصلنا للمقاس اللي احنا محتاجينه. لكن لو لاحظنا في المراحل اللي فاتت كنا دايما بنعمل تزايد في غرز الهربن من تحت عشان نبدا نزود عدد اللفات. هلف لفه على الابره واسحب ادي لفه خلاص، واسحب اللفه الثانيه، اسحب اللفه الثانيه اهو، وبكده انا خلصت. شايفين كده خلصت، ودي كانت البدايه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. دي كانت البدايه بتاعتي. هبدا دلوقتي ان انا الف لفه على الابره واطلع من اللفتين دول، ويبقى معايا 3 حلقات على الابره، وهلف واطلع من حلقتين والف واطلع من حلقتين، وادخل اعمل العمود الثاني بنفس الطريقه. خلاص انا كده خلصت الصف. ودلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هجيب البدايه بتاعتي اللي انا اشتغلت فيها في الاول خالص دي، وهدخل في اول غرزه عمود اللي هو السلسله الثالثه يعني بمعنى اصح، هدخل فيها واعمل منزلقه، هدخل فيها واعمل منزلقه اهي تمام. هدخل هنا وهلف لفه على الابره واطلع من هنا ومن الحلقه كمان اللي على الابره. طيب المرحله الجايه دي انا هعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين طبعا كده الشغل متقفل ازاي. عايز طبعا اوريكم كمان الشغل عن قرب، شكله في منتهى الجمال ومفيش اي توصيلات ولا اي حاجه ظاهره معانا. هنحط بس الماركر طبعا عشان خاطر الخيط الحرير خدوا بالكم بيتزحلق بسرعه، وممكن يعني شده واحده للخيط كله يتفك بسرعه، فخدي بالك للتكه دي. طيب شوفي التوصيلات، كل ده كل دي شرايط، ده شريط هربن صح كده. طيب شوفي التوصيل عامل ازاي، شوفي مفيش اهو، احنا هندور على كل حاجه مش هنلاقي اي توصيل ولا اي حاجه ظاهره معانا بنظافه الشغل بتاعك وكله بايدك انت. طيب انا دلوقتي هبدا عايزه يعني ان انا اكمل الشغل بتاعي. انا دلوقتي عايزه ابدا اكمل الشغل بتاعي، فاشيل بقى ونشتغل السطر الجديد. خلاص هنشوف احنا هنشتغل السطر الجديد مع بعض ازاي. طيب اول حاجه انا هعملها هرتفع سلسله وهدخل في نفس المكان اللي انا طلعت منه في نفس المكان كده واعمل غرزه حشو، ادي غرزه حشو تمام كده. بعد كده هعمل 3 سلاسل بقى، هعمل ايه 3 سلاسل وهعد من تحت 3 سلاسل، ادي 1 2 3 صح كده. شايفين اهو بنعد الغرز، ادي 1 2 3 والرابعه هدخل فيها واعمل غرزه حشو. شايفين كده. تاني هعمل 3 سلاسل وهعد من تحت، ادي 1 2 3 والرابعه ادخل فيها واعمل غرزه حشو اهو. دي فراغات اهو
بعد كده 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وهعد من تحت 3 مش 3 سلاسل يعني 3 عواميد، طبعا احنا عاملينهم 3 عواميد بس انا بقول لك عشان تعدي مظبوط معاكي. ادي 1 2 شايفين واضحه معانا، 1 2 3، وادخلي في الرابع واعملي غرزه حشو. طبعا انا هكمل كده لغايه النهايه ان شاء الله، والمفروض ان انا ما ارجعلكوش تاني لان كده انتوا فهمتوا الموضوع عامل ازاي. الموضوع عامل ازاي بقى؟ نفس الفكره اللي احنا عملناها هنا بالظبط، نفس الفكره اللي احنا عملناها هنا. ركزوا معايا بقى عشان خاطر ما نطولش الفيديو اكتر من كده. شايفين دي احنا كنا بنعمل 3 سلاسل صح وغرزه حشو، وبعدين دخلنا عملنا هنا اهو، عملنا هنا 3 عواميد صح. نرجع بقى للاجزاء اللي فاتت عشان نشوف احنا اشتغلنا ازاي، عشان طبعا كل الاجزاء مرتبطه ببعضها والشغل كله مرتبط ببعضه. فانا هبدا ان انا اشتغل 3 عواميد بنفس الطريقه دي بالظبط. لو احنا بدانا الشغل من اول لحظه هنبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. فانا طبعا ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ ان انا هبدا اشتغل ال3 سلاسل لغايه نهايه الدور، وبعدين الدور اللي بعده على طول هبدا اشتغل على السلاسل دي، هشتغل عليها 3 اعمده، وبعدين اعمل سلسله، وبعدين ادخل على الفراغ اللي بعده اعمل 3 اعمده، وبعدين اخد سلسله، وبعدين ادخل على الفراغ اللي بعده واعمل 3 اعمده هنا، وبعدين سلسله، وهكذا لغايه نهايه الدور طبعا. بعد كده المرحله اللي بعدها هعمل نفس الموضوع، هعمل سلسله هعمل عليها غرزه حشو، وبعدين اعمل 3 سلاسل واعمل في السلسله غرزه حشو، وبعدين اعمل 3 سلاسل. كده خلاص انت اسستي الشغل بتاعك وعرفتي مكان السلسله ومكان العمود بتاعك. فانا هبدا اعمل ادوار كتير لغايه ما اوصل لطول البلوزه اللي انا محتاجاه والطول اللي انا حباه ليا. تمام. فانا هخلص كله وارجع لكم تاني ان شاء الله، وتشوفوني بقى وانا لابسه البلوزه شكلها عامل ازاي. انتظروني. رجعت لكم يا حبايبي كده من بعد ما عملت الجزئيه اللي تحت كلها، وانا طبعا خلصتها. فانا هعلمكم نفس اللي انا عملته هنا بالظبط، عملته طبعا في الكم، بس عايزه اوريكم حاجه بس كده وتركزوا معايا. طبعا احنا كنا عملنا الجزئيه دي قبل كده مع بعض خلاص. انت بتعملي عدد ادوار زي ما انت تحبي، يعني شوفي انت عايزه تعملي بلوستك طول ايه وهتعملي عدد ادوار كده. انا بقى دلوقتي هعلمك ازاي تعملي الجزئيه اللي على الاطراف دي. تمام. طبعا انا عملتها في طرف كم من الكمين كده شايفين. طبعا احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت، اوريكم احنا وقفنا المره اللي فاتت في الكم عند ايه. مش احنا عملنا الجزئيه دي في نهايه الكم صح؟ اشتغلنا عليها بقى دلوقتي الاطراف دي، هو نفس الطرف بتاع البلوزه من تحت شايفينها خلاص اهو. تمام. هبدا دلوقتي اعلمكم ازاي نخلص كده اطراف الكمين وكمان طرف البلوزه من تحت. يلا بينا نبدا نشتغل مع بعضينا. دلوقتي يا حبايبي احنا هنعمل غرزه بدايه، وبنطول شويه الخيط كده عشان بس ما يفردش معانا خلاص. بعد كده هشيل الابره، وركزوا معايا بقى. الكم اهو، ده الكم ده من تحت اهو، دي من تحت الجزئيه المتوصله. هدخل فين دلوقتي؟ وركزوا معايا حبايبي، بصوا شايفين هندخل هنا في الفراغ ده. عندنا 3 سلاسل 3 اعمده صح، وفي فراغ قبلهم اللي هو احنا وصلنا بيه. ونركز ونشوفوا كده اهو، احنا وصلنا الجزئيه دي بالجزئيه دي في النقطه دي صح. ادخلوا بقى على طول في الناحيه دي شايفينها. ادخلوا هنا كده في الفراغ واسحبوا عقده البدايه بتاعتنا اهو، نسحبها. تمام. بعد كده هعمل سلسله خلاص كده، وفي نفس المكان تاني هدخل واعمل غرزه حشو خلاص كده. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هعمل 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وهسيب ال3 اعمده دول، هسيب ال3 اعمده دول وادخل في الفراغ ده واعمل غرزه حشو، وبعدين 3 سلاسل، ادي 1 2 3 خلاص. وهلف لفتين على الابره وهدخل، هسيب خلاص ال3 اعمده دول هسيبهم شايفين كده. هسيب ال3 اعمده دول وهدخل عند ال3 اعمده اللي بعدهم، ادخل في اول عمود واعمل عمودين بلفتين، ادي اول عمود بلفتين، وبعدين الف لفتين على الابره،
وادخل في نفس المكان تاني واعمل كمان مرة عمود بلفتين. شايفين كده؟ طيب العمود اللي بعده هلف لفتين على الابرة وادخل في العمود اللي بعده واعمل عمود بلفتين. خلاص، كمان الف لفتين على الابرة وادخل في نفس المكان تاني واعمل عمود بلفتين. خلاص كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت فوق اول عمود عمودين، فوق تاني عمود عمودين، فوق تالت عمود برضو هعمل عمودين وهلف لفتين على الابره وهدخل فوق تالت عمود واشتغل عمود بلفتين. ادي اول عمود بلفتين، وبعدين كمان مره لفتين على الابره وادخل في نفس المكان واعمل عمود تاني بلفتين. يبقى انا كده عملت كام؟ عملت 6 اعمده اهو، عملت 6 اعمده فوق ال3 اعمده. بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. خلاص كده سيبي ال3 اعمده دول وادخلي في الفراغ ده واعملي غرزه حشو. وبعدين 3 سلاسل، سيبي ال3 اعمده وادخلي في الفراغ ده، الفراغ، وادخلي اعملي غرزه حشو. شايفين حصل ايه؟ عملت الفراغ ده، عملت الفراغ ده. يعني كده انا بدات اهو. اول حاجه عملت 3 سلاسل هنا، وبعدين عملت غرزه حشو، وبعدين عملت زي ما انتوا شفتوا بالظبط الشرح. هبدا اكمل كده بنفس التسلسل. ازاي؟ اهو 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وهلف لفتين على الابره واسيب ال3 اعمده دول وادخل في ال3 اعمده اللي بعدهم على طول، اعمل فوق كل عمود عمودين بلفتين. ادي اول عمود، فوق كل عمود عمودين، عمودين بلفتين. تمام اهو. العمود اللي بعده هعمل عمودين بلفتين، ادي اول عمود بلفتين اهو، وبعدين كمان اخد لفتين على الابره وادخل في نفس المكان. خلاص، بعدين اخد لفتين على الابره وادخل في العمود الثالث واعمل كمان فيه عمودين بلفتين. خلاص، الف لفتين على الابره وادخل في العمود الثالث. بعد كده هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهسيب من تحت هنا 3 اعمده وهدخل في الفراغ ده واعمل غرزه حشو. وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل في الفراغ ده، اسيب ال3 اعمده وادخل في الفراغ ده واعمل غرزه حشو. يبقى انا بعمل ايه بقى؟ يبقى انا بعمل اول حاجه عملتها غرزه حشو، 3 سلاسل، وسبت ال3 اعمده وعملت غرزه حشو، وبعدين سبت ال3 اعمده وبعدين عملت 3 سلاسل زي ما انت شفتوا بالظبط كده. نفس النظام هعمله، هعمل 3 سلاسل. خلاص، وبعدين اسيب دي وادخل في اللي بعدها، ال3 اعمده اللي بعدها، واعمل واعمل ايه؟ واعمل كل عمود فوق عمودين بلفتين، وبعدين 3 سلاسل واسيب من تحت 3 سلاسل واعمل غرزه حشو، وبعدين 3 سلاسل واسيب من تحت 3 اعمده واعمل غرزه حشو، وهكذا لغايه النهايه. ارجع لكم تاني لما اخلص كل الدور. استنوني. دلوقتي احنا خلصنا الدور كله يا بنات زي ما انتم شايفين كده، وهبدا دلوقتي ان انا اقفل السطر خالص. خلاص طبعا انا خلصت كده ال6 اعمده زي ما انتم شايفين. هعمل 3 سلاسل وهاجي هنا عند اول غرزه حشو عملتها. اول غرزه حشو انا عملتها، نفرد بس الشغل كده عشان تشوفوا اهو. اول غرزه حشو انا عملتها وبعدها الفراغ ده اهي. هدخل في غرزه الحشو هنا في قلب غرزه الحشو واعمل غرزه منزلقه، اللي الف الابره كده على الشغل كده، الف الخيط على الابره، ادخل في قلب غرزه الحشو والف الخيط على الابره اهو، اطلع من هنا واطلع كمان من غرزه السلسله اللي عندي. خلاص، وادخل في اول فراغ ده هنا واعمل غرزه منزلقه كمان، ادخل في الفراغ ده كده اهو واعمل غرزه منزلقه. خلاص، بعد كده اعمل سلسله وادخل في نفس الفراغ تاني واعمل غرزه حشو. شايفين يا بنات؟ تمام كده. بعد كده هعمل 3 سلاسل، ادي 1 2 3. خلاص، وهلف لفتين على ابره وهدخل فوق اول عمود هنا، ادخل فوق اول عمود واعمل اول عمود، ادي عمود بلفتين اهو. وبعد كده هعمل غرزه البيكو. هعمل ايه؟ هعمل غرزه البيكو اللي هي ازاي؟ اللي هي 3 سلاسل، 1 2 3. وبعدين هدخل، شوفوا
نقطة التقاطع بين الثلاث سلاسل العمود دي اهو، هنا بالظبط. هدخل هنا بالظبط، شايفين كده اهو. هدخل في الحلقة دي والحلقة دي، شايفين؟ وهلف واطلع من الحلقتين دول ومن الحلقة دي كمان. دي اسمها غرزة البيكو. تمام. هلف لفتين على الابرة وهدخل فوق العمود اللي بعده واعمل عمود بلفتين. ادي 1 2. خلاص. بعد كده هعمل غرزة البيكو اللي هي 3 سلاسل. ادي 1 2 3. وبعدين اعمل غرزة البيكو اللي هي ادخل في الحلقة دي والحلقة اللي قصادها على طول اهو كده، شايفين؟ وبعدين الف واطلع من كل حلقات بغرزة منزلقة. تمام يا حبايبي. لفتين على الابره وادخل تاني في العمود اللي بعده على طول. المفروض احنا عندنا 6 اعمده صح اهو. ادي كده العمود الثالث، واعمل غرزه البيكو اللي هي 3 سلاسل، وادخل هنا في الحلقه دي والحلقه دي والف واطلع من كل الحلقات. خلاص. الف لفتين على الابره وادخل في اللي بعدها على طول العمود اللي بعده واعمل غرزه عمود بلفتين فوق العمود اللي بلفتين. خلاص كده تمام. طيب بعد كده هعمل غرزة البيكو اللي هي 3 سلاسل، وبعدين هدخل في الحلقة دي والحلقة اللي جنبها على طول، وهلف لف على الابرة واطلع من هنا ومن هنا، وبعدين الف لفتين على الابرة. انا كده بعمل فوق كل عمود زي ما انتم شايفين كده عمود، وبعدين غرزة البيكو اهو كده. انا عملت العمود وبعدين عملت ال3 سلاسل وابدا اقفل غرزة البيكو، وبعدين الف لفتين على الابره وادخل فوق العمود اللي بعده، ده العمود السادس. خلاص كده. واعمل غرزه البيكو اللي هي 3 سلاسل، وادخل في الحلقه دي والحلقه اللي قصادها على طول، وهلف لفه واطلع من كل الحلقات اهو. هدخل هنا وهنا والف واطلع من دي وكمان من الحلقه اللي هي على الابره اصلا. تمام كده. طيب انا كده عملت 6 اعمده. انا كده عملت 6 اعمده زي ما انتم شايفين. هلف لفتين على الابره كمان وهدخل في الفراغ ده، شايفين الفراغ؟ وادخل في الفراغ ده واعمل عمود بلفتين. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت 7 اعمده، بس المره دي مش هعمل غرزه البيكو في 7 عمود. خلاص. بعد كده هعمل 3 سلاسل. ادي 1 2 3. وادخل فين دلوقتي؟ نركز مع بعضنا يا حبايبي. احنا كنا عملنا هنا، شايفين الجزئيه دي؟ كنا عملنا 3 سلاسل كده فراغ. هدخل جوه الفراغ ده واعمل غرزه حشو، شايفين؟ وبعدين 3 سلاسل، واعمل نفس الكلام بقى اللي هي الف لفتين على الابره وادخل فوق اول عمود واعمل عمود بلفتين وبعدين غرزه البيكو، عمود بلفتين وبعدين غرزه البيكو. يعني نفس اللي انا عملته هنا هو نفسه اللي انا هعمله هنا. اخلص الاعمده دي وارجع لكم تاني. خلاص يا بنات كده خلصت اهو ال6 اعمده، وبعدين ب6 بيكو، وبعدين عملت في اخر حاجه هنا عمود. خلاص. بعد كده هعمل 3 سلاسل. 1 2 3. خلاص. وادخل فين؟ ادخل فين دلوقتي؟ ادخل في الفراغ ده، الفراغ اللي هو كان 3 سلاسل هنا. تمام. وادخل اعمل فيه غرزه حشو، وهكذا يا بنات اعمل 3 سلاسل. 1 2 3 زي ما انتم شايفين كده. خلاص. هبدا ان انا اشتغل فوق كل عمود من دول عمود وبعدين غرزه بيكو وبعدين 3 سلاسل، وادخل في الفراغ ده واعمل غرزه حشو، وهكذا لغايه نهايه الدور. وابقى كده انا خلصت زي ما انتم شايفين بالظبط كده الكم والطرف البلوزه بنفس المنظر كده زي ما انتم شايفين. هو ده الطرف، نصوره برضو نفرده برضو عشان تشوفوا وهو مفرود كده. تمام. وطبعا هتشوفوه واحنا لابسينه. وعلى فكره انا هجمع لكم الفيديوهات كلها بتاعت الاجزاء كلها ونحطها في جزء واحد او في فيديو واحد علشان خاطر يسهل على البنات اللي دايما بيبقوا عندهم مشكله من الاجزاء الكتير وبيقولوا بيتوه مننا ومش بنلقى الاجزاء دي. فانا هرجع لكم كل الاجزاء في فيديو واحد. واتمنى ما تنسوش تعملوا لايكات يا حلوين وتشاركوا الفيديو ده في كل مكان. واتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى الشرح يعجبكم. وزي ما انتم شايفين كده ده شكل الطرف بتاعنا
عامل ازاي. ويلا بقى نبدا نتفرج على البلوزه كلها وهي مفروده مع بعض. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده هبدا افرجكم. ده من اول الصدر خلاص، ده الصدر بتاع البلوزه بتاعتنا، وده طبعا الكم او الكم لينا. وزي ما انتم شايفين كده الاطراف اهو، اطراف البلوزه تمام. بعد كده الكم اهو بالظبط عشان تشوفوا كل حاجه بالتفاصيل. شايفين الكم عامل ازاي اهو، ادي الكم مع الصدر. طبعا انا عاملاه كده عشان يبقى فيه سنه يعني يبقى مقارنه شويه، يعني انا صح مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس هي يعني انا حباها بالموديل ده. اظن ان الموديل ده احلى كمان من الاصل اللي احنا كنا بنعمل زيه. اتمنى يكون اتعلمتوا معانا شغل الهربن السهل الجميل. شايفين الغرزه وجمالها، شوفوا لمعه الخيط وجماله، تحفه يا بنات في الحقيقه وملمسه رائع اهو. شايفين كل الغرز. طبعا انا هنزل فيديو كامل بكل اجزاء ان شاء الله، بس طبعا لما تشوفوا الجزء ده الاول وبعدين نجمع كل الفيديوهات ان شاء الله كده وتشوفوها كلها متجمعه في فيديو واحد واحنا لابسين كمان البلوزه، وتتفرجوا علينا وتقولوا لنا ايه رايكم في الموديل الجميل التحفه ده. وان شاء الله انتظرونا دايما في كل ما هو جديد. واقول لكم دلوقتي الى اللقاء يا بنات. وقبل ما امشي اقول لكم ان الشغل ده تخيلوا واخد كام جرام؟ واخد 200 جرام بس. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه اللي ما اشتركش وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه جديده مع لولا. وهقول لكم دلوقتي باي باي، انتظرونا في كل حاجه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا بنات.